السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الإحصاء. عندنا النهاردة إن شاء الله بنكمل اللي هي حصص التأسيس. عندنا النهاردة شوية حاجات كويسة قوي، وبرده كل حاجة بناخدها دلوقتي اللي هي هنستخدمها في المنهج بتاعنا الأصلي، بس دي هتسهل علينا بحيث ما نتأخرش، ما يبقاش في ناس معانا فاهمين وإحنا واقع مننا حاجات فمش فاهمين. لا، كل ما كل الحاجات دي إحنا واخدينها وشايفينها كويس وعرفناها، خلاص بنمشي كويس قوي في المنهج وبنمشي بسرعة، وخلاص الحاجات دي بتكون تأسسنا فيها وعارفينها. بس لازم حد يشوفها كده، يذاكرها، يعرفها، لو قدر يحل عليها يحل، ما قدرش يبقى فاهمها كويس قوي ويبقى فاهم احنا بنعمل ايه. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. عندنا اول حاجه هنشوفها اللي هي المجموعات. عايزين نعرف اول حاجه يعني ايه المجموعه. يعني ايه كلمه مجموعه؟ بصوا من اسمها كده، المجموعه دي هي تجمع من الاشياء. عندنا اي شيء بنجمعه مع بعض بس يكون فيه صفه مشتركه، ده اسمه مجموعه. يعني لو جمعت دلوقتي الطلبه بتوع الفصل بتاعك، خلاص كده ده مجموعه لان كلهم بيشتركوا في فصل واحد. لو جمعنا الادوات بتاعه المطبخ، احنا عندنا في ادوات المطبخ، في الادوات بتاعه مثلا الفرش، في ادوات التنظيف وهكذا. احنا بقى لو جمعنا شويه حاجات مع بعضها اديها صفه لوحدها بس كده اللي هي ادوات المطبخ، يبقى دي مجموعه ليها صفه ايه لوحدها. طيب في مجموعات تاني، مثلا لو خدنا دي مجموعه اسماك البحر الاحمر، دي بتكون مجموعه، لان مجموعه اسماك البحر الاحمر دي غير اللي هي النيل، غير البحر المتوسط، كل حاجه ليها سمك معين. يعني البولت ده بيكون في النيل بس، ما بيكونش في البحر الاحمر ولا البحر المتوسط، ده بيعيش في النيل. يبقى كل مكان بيبقى ليه مجموعه تخصه. فلو قلنا دي الخاصه بالبحر الاحمر يبقى دي مجموعه اسماك. لازم تكون بتجمعها صفه واحده، مشتركين في صفه واحده. خلاص كده؟ دي مجموعه مصابيح شقتك في النوع ده والنوع ده والنوع ده. يبقى مجموعه المصابيح اللي عندنا دي بتكون مجموعه خاصه بشقتي انا. ممكن شقه حد تاني ما يكونش عنده النوع ده، او ما يكونش عنده النوع ده وعنده ده بس. يبقى انا بتكلم عن شقتي بشوف اللي عندي. يبقى كل مجموعه المصابيح اللي عندي بسميها مجموعه خاصه بيا انا، مجموعه مصابيح الشقه. مجموعه كتب المدرسه، انت مثلا في ثالثه ثانوي يبقى في مجموعه كتب كلكم مشتركين فيها، مشتركين في العربي، في الانجليزي، مشتركين في شويه حاجات كده. اذا كان في فلسفه، لكن مش مشتركين مثلا في الفيزياء، مش عندنا في الايه في الادبي. يبقى الفيزياء دي بتخص مجموعه مين؟ مجموعه المواد العلميه. لكن مجموعه المواد الادبيه ليها شويه كتب معينه كده احنا عارفينها، فدي بتبقى مجموعه. طالما عارفينها مش هنختلف عليها، دي مجموعه. لكن لو هنختلف عليها مش مجموعه. نختلف على ايه؟ في مثلا شويه برفانات، بنقول مجموعه البرفانات الحلوه، دي هنختلف. انا هقول على البرفان ده حلو، انتوا هتقولوا لا مش حلو، اختلفنا، يبقى دي مش مجموعه. المجموعه اللي محدش بيختلف عليها، زي ما اقول مجموعه الاعداد الزوجيه، مش ممكن حد يختلف عليها، معروفه. الاعداد الزوجيه خلاص عارفينها وكلنا ممكن نقول عليها. خلاص كده؟ ففي حاجات اللي هي قاطعه ما حدش يختلف عليها، انا بقول 1 زائد 1 2، ما حدش يختلف عليها. لكن اللي هيختلف عليها دي حاجه ثانيه. يبقى المجموعه دي بيكون فيها صفه ما حدش بيختلف عليها. طب افرض انا مش عارفها، ماشي، بس لو بحثت عنها هلاقيها حاجه علميه وموجوده، حاجه الكل عارفها. مش شرط ان انا اكون انا مش عارفها تبقى مش مجموعه. لا، المهم المجموعه دي الناس كلها ما بتختلفش عليها، لو جيت اطلعها من على النت كده هلاقيها ثابته ما بتتغيرش. واضح؟ طيب يبقى احنا قلنا دي كده مجموعه. يبقى المجموعه هي ايه يا جماعه؟ المجموعه اهي، المجموعه هي تجمع من الاشياء. اي تجمع من الاشياء كده خلاص بديله لقب مجموعه. اهم شيء تكون معروفه لينا ومحدده تحديدا تاما، يعني كلنا عارفينها. بنقول اعداد زوجيه محدده تحديدا تاما، مفيش حد هيقول لي دي زوجي والتاني هيقول لي لا مش زوجي، لا، محدده وليها صفه مميزه مشتركه بينها، لازم بنعرفها بالصفه دي. لما اقول دي زوجيه يبقى دي الصفه اللي ايه بتشملها، يبقى انا كل ما اطلع عدد زوجي يبقى ضمن المجموعه دي او ضمنها. واضحه كده؟ طيب بيقول لي لو انا عايز مجموعه حروف كلمه مجدي، مجدي دي بتتكون من انهي حروف؟ الميم والجيم والدال واليه اهي. يبقى الميم والجيم والدال واليه، وبنحطها كده بين اقواس، يبقى ديت اقواس مجموعه. خلاص كده؟ يبقى عرفنا المجموعه هي يا جماعه، المجموعه هي اي تجمع من الاشياء اللي ليها صفه واحده، دي بسميها مجموعه. ماشي كده؟ طيب نيجي نشوف كده تاني عناصر المجموعه. احنا دلوقتي بنشرح المجموعات اللي عندنا، مجموعات الاعداد، وشويه المجموعات دي كلها هتبقى عندنا، وفي الاتحاد والتقاطع ده كله عندنا ان شاء الله في الاحصاء السنه دي، فنبتدي احنا ايه نشوف كل حاجه عندنا هيبقى فيها مجموعات. طيب لو قال لي مجموعه ارقام العدد ده يا جماعه، العدد ده بيتكون من كام رقم؟ 3، الاثنين والسته والخمسه. انا بكتبهم اهو، الاثنين والسته والخمسه. خلاص؟ كل رقم من الارقام دي بسميه عنصر، بسميه ايه؟ عنصر. يبقى ده عنصر عنصر عنصر، يبقى فيه هنا 3 عناصر.
خلاص، يبقى عناصر المجموعه دي اللي هي 2 و6 و5. طيب عندنا بقى بنكتب ازاي المجموعه؟ بنكتبها بطريقتين، يهمنا الطريقه دي اللي هي طريقه السرد. ازاي اكتب مجموعه؟ اي مجموعه عشان اكتبها لازم احطها بين قوسين من النوع ده. يبقى انا بعمل كده اهو واعمل كده اهو واحط جواها العناصر، ولازم من كل عنصر وعنصر بحط فاصله. فمجموعه الاعداد مثلا في الحجر النرد، احنا قلنا حجر النرد من 1 ل 6، 1 2 3 4 5 6. الاعداد الزوجيه اللي هي مين؟ اللي هي 2 وال4 وال6، دي الاعداد الزوجيه اللي ايه في ظهر الطاوله. لازم نحطها بين اقواس مجموعه، ولازم بين كل عنصر وعنصر بعمل فاصله. والمجموعه دي بسميها باسم. اي حرف عندي ا ب ج د بس بيبقى حرف كبير. خلاص كده احنا عندنا ده كده بسميها الف. حد هيقول لي طب هو في حرف كبير وحرف صغير في دول؟ اللي عندنا السين الكبيره هي السين الموديل دي، السين الثانيه الصغيره اللي هي سين عاديه. صاد الموديل دي الصاد الكبيره، الصاد الصغيره صاد عاديه. فالعناصر بحط لها رموز صغيره. اسم المجموعه بحط لها رموز كبيره، ده او ده. ماشي؟ اي حاجه من الثلاثه دول، اي حاجه. طب في زي الحرف الالف، انا مش عارف الكبير والصغير مفيش مشكله، بس هنا بكتبه كبير وهنا بكتبه ايه؟ حرف صغير. لكن اسم المجموعه برمز لها بحرف كبير. خلاص يا جماعه؟ طيب يبقى ادي الحروف الكبيره وادي الحروف الصغيره بحطها جوه الاقواس. لحد كده اوكي؟ طيب في ملاحظه مهمه قوي. المجموعه دي لما اجي اكتبها، لما اجي اي اسامي، انا دلوقتي عايز اجيب مجموعه مثلا الطلبه اللي هتحضر الاحصاء، فباخد اسامي. طيب لقيت ان في مثلا اسامي مكرره، حد حاطط اسمه كذا مره، ما بكررش اسمه، ممنوع التكرار في المجموعه. يعني ما ينفعش مثلا انا هشوف كل واحد اختار يحضر كام حصه، ده الاثنين، ده 3، ده 4، ده 5، ده 2، ده 2، وانا عايز اعرف عدد الحصص اللي هيحضرها كل واحد. فلما اجي اكتب مش هكتب كده، مش هكتب 2 و2، لا بكتب 2 واحده بس. يبقى انا عندي هنا رقم 2 خلاص، عندي ناس هتحضر 3، يبقى عرفت ان في ناس هتحضر 3 مرات، وهكذا. ما بكتبش جوه المجموعه 2 و2 و2، انا خلاص عرفت في ناس هتحضر مرتين وناس هتحضر 3. يبقى خلاص دي عدد المرات اللي هيحضرها الطلبه. مفيش داعي ان انا اكرر واكتب 3 و3 و3 و3، مش هتفيدني بحاجه. انا عايز اعرف كل واحد فيكم هيحضر كم مره التاسيس. التاسيس دي ممكن 2 وممكن 3. في زي ما قلنا تاني، في ناس هتحضر مرتين وفي ناس هتحضر 3. احمد حضر مرتين، علياء حضرت مرتين، سميه حضرت مرتين. انا ما يهمنيش بقى ان اقعد اكتب 2 و2 و2. بكتب ان المرات اللي هتحصل، الناس اللي هتخش عندي مرتين تاسيس، وفي ناس هتخش 3 تاسيس. يبقى هم دول المجموعه اللي عندي، يا 2 يا 3. خلاص كده معايا؟ يبقى انا المهم في الموضوع ده كله ان احنا ما بنكررش جوه المجموعه. ما فيش حاجه اسمها لا 2 و2، العدد يتكتب مره واحده بس. تاني حاجه انا ما يهمنيش الترتيب. يعني انا لو كتبت كده الاثنين قبل الثلاثه، الثلاثه قبل الاثنين، لو حد قال لي الناس اللي هتحضر 3 او 2، خلاص يبقى ممكن اكتب دي كده اهو وممكن اكتبها كده. ما يهمش كتبت مين الاول. اكتب الاثنين الاول، اكتب الثلاثه الاول، ما تفرقش. يبقى تاني كده، اول حاجه المجموعه تجمع من الاشياء بشرط تكون لها صفه واحده، او بيشتركوا في صفه، مش شرط صفه واحده بس هم يشتركوا في صفه. واضح كده؟ طيب تاني حاجه لما احب اكتب المجموعه بحطها بين اقواس مجموعه وبين كل عنصر وعنصر فاصله. تالت حاجه انا ما بكررش العناصر جوه المجموعه، ما ينفعش اكرر. طالما كتبت العدد ما اقدرش اكرره خالص. واضح كده؟ رابع حاجه الترتيب مش مهم. عايز اكتب 2 و4 و6 اكتبهم باي ترتيب. 2 او 4 او 6 ابتدي بيهم. واضح كده؟ طب حد هيقول الترتيب يعني ليه اهميه؟ جوه المجموعه ملوش اهميه. طب انا ما جيت اخد الوسيط المره اللي فاتت كنت لازم ارتب ما بحطوش جوه اقواس مجموعه. طب افرض انا عايز ارتب المجموعه نفسها، بحريتك ما فيش اي مشكله ارتب، بس مش شرط عندنا. يعني مش لو ما رتبناش هنبقى غلط، لا. عايز ترتب اوكي، مش عايز ترتب مفيش اي ضرر. واضحه كده؟ طيب نيجي بقى لشويه حاجات كده لو هنحل مع بعض. بيقول لي اكتب عشان نركز كده شويه. اكتب كل من المجموعات الاتيه بطريقه السرد. اكتب دي ازاي؟ دي اسمها س اهي، يبقى المجموعه هنا اسمها س، وافتح اقواس مجموعه. مجموعه ارقام العدد ده لو شايفينه كده اهو. اول حاجه 5، ال1، ال6، ال8. ما بكتبش ال6 دي لان كتبتها تاني اهو، كتبتها اول مره ما اكتبهاش تاني، واقفل اقواس المجموعه. يبقى لما الاقي رقم متكرر مرتين ما بكرروش. ليه؟ انا عايز اعرف الارقام اللي بتكون منها ده. فانا قلت له خلاص بيكون فيهم 6، دول فيهم 1، فيهم 5، فيهم 6، فيهم 8.
مش هقول له بتكون من 6 وفي 6، ما خلاص احنا عرفنا ان في من ضمن الارقام 6، يبقى خلاص بكتفي بيها. واضحه كده؟ طيب الثانيه مجموعه حروف كلمه التلفزيون، يبقى هسميها صاد زي ما هو قال لي صاد. حروف كلمه تلفزيون عباره عن ادي الالف وادي اللام، خلاص، ت. اللام خدتها قبل كده ما اكتبهاش تاني، خلاص كده. الياء، الف، الزين، الياء خدتها قبل كده، الواو ما خدتهاش اكتبها، النون ما خدتهاش اكتبها. يبقى دي اهي مجموعه حروف كلمه التلفزيون. بيقول لي لام مجموعه ارقام العدد ده، خلاص يبقى لام بيساوي 1 و2 و3. عوامل العدد ده، طبعا عوامل، كلمه عوامل دي تعمل لنا مشكله. كلمه عوامل يعني ايه؟ كلمه عوامل يعني العدد ده بيتكون من ايه وايه، خلاص كده. يعني مثلا ال 12 كام في كام؟ ال 12 دي 1 في 12، وال 12 دي 2 في 3 في 6، و3 في 4، خلاص كده. طب انا عندي كده في حاجه اسمها العوامل الاوليه وفي عوامل العدد ده. العوامل الاوليه دي حاجه والعوامل دي حاجه ثانيه، لكن ممكن نقول عوامل العدد. كلمه عوامل يعني العدد ده بيقبل على مين؟ ايه العدد اللي بيقبل عليه؟ بيقبل على الواحد وعلى 12 وعلى 2 وعلى 6 وعلى 3 وعلى 4. فلو جيت اكتبها مجموعه بقول له ايه بيساوي ادي الواحد وال 12، مش شرط ارتب، والاثنين والسته والثلاثه والاربعه. يبقى العوامل ده يعني ده ال 12 ده بيقبل على كل دول، لو حبيت اقسمه بيقبل عليهم. طيب نشوف هنا عين، بيقول لي مجموعه الاعداد الفرديه المحصوره بين 4 و150. فانا الاعداد الفرديه اللي بعده اللي هو ايه 5. طب ال6 لا عشان ده مش فردي. ال7. طب ال8 لا عشان ده مش فردي. ال9. طب وهقعد اكتب كده ال150؟ لا، بقعد اكتب له كده اهو، خلاص، لحد ال149. يبقى من حقي اعمل كده واحط 3 نقط ان احنا ماشيين على نفس الايه الطريقه، نفس الترتيب، نفس المنوال، نفس القصه دي. يبقى 5 7 كل مره بنزود 2 لحد ما نوصل لاخر رقم فردي اللي هو 149. واضحه دي؟ طبعا اللي عنده اي مشكله، عنده اي استفسار هيبعت لي وابتدي اقولها تاني. مجموعات الاعداد دي بقى مهمه قوي بالنسبه لنا. احنا قلنا مجموعات الاعداد، احنا خدنا من زمان اول حاجه الاعداد الطبيعيه والصحيحه، كل ده هنراجع عليه دلوقتي. في اول حاجه اسمها مجموعه اعداد العد. يعني ايه؟ لما اجي انا اعد اي حاجه بتعدوها بتقولوا ايه؟ عايز تعد شنط عندك هتقول 1 2 3 4. عايز تعد مثلا التيشيرتات اللي عندك 1 2. يبقى انا لما اجي اعد اي شيء بعد من 1. لما اجي اعد شويه الناس اللي موجودين حوالينا بقول 1 2 3. يبقى دي اسمها مجموعه اعداد العد. لما احب اجيب مجموعه اعداد العد بتبتدي من 1، يبقى اللي هي عباره عن 1 و2 و3 ونقط. دي مجموعه اعداد العد برمز لها بالرمز عين. طب مجموعه اعداد العد دي لو زودنا عليها صفر بس تبقى اسمها مجموعه الاعداد الطبيعيه. يبقى مجموعه الاعداد الطبيعيه هي نفسها مجموعه اعداد العد وبيزيد عليها صفر فقط. واضح؟ تبقى صفر و1 و2 و3 و4 وهكذا ماشيه الى ما لا نهايه. في ناس بتقول هي عباره عن مجموعه اعداد العد اتحاد الصفر، زودنا عليها صفر. طب مجموعه الاعداد الطبيعيه دي اما خدناها وكنا شغالين بيها، الناس كانت شغاله بيها كويس قوي. جه بعد كده لقوا انهم محتاجين يضيفوا عليها لان في حاجات اصبح في جمع وطرح، في ناس بتكسب وناس بتخسر. اللي بيكسب بنقول كسب كذا، بنقعد نزود. طب اللي بيخسر ده لازم ننقص، فكلمه ننقص دي يعني خدنا اعداد سالبه. الاعداد السالبه دي السالبه بس لما اضيفها للاعداد الطبيعيه يبقى اسمها مجموعه الاعداد الصحيحه. يبقى الاعداد الصحيحه دي بتتكون من الاعداد الطبيعيه زائد الاعداد السالبه. دي كده الطبيعيه ودي السالبه، الاثنين مع بعض كده يدوني مجموعه الاعداد الصحيحه. خلي بالكم الصفر ده ولا موجب ولا سالب، احنا حطيناه مع الاعداد ديت اصبحت اسمها الاعداد الطبيعيه اللي هي الموجب والصفر هي الاعداد الطبيعيه. الموجب والصفر والسالب هي الاعداد الصحيحه. معنى كده الاعداد الصحيحه دي بتنقسم لاعداد موجبه واعداد سالبه. في مجموعه اعداد صحيحه موجبه، في مجموعه اعداد صحيحه سالبه. دي 1 2 3 كده موجب، دي سالب 1 سالب 2 سالب 3. امال الصفر؟ الصفر قلنا ولا هو موجب ولا هو سالب. لكن لما اجي اقول مجموعه الاعداد الصحيحه بس بحط 3 حاجات، موجب وسالب وصفر. طب احنا كده خدنا مجموعه الاعداد العد والطبيعيه والصحيحه. طب دي كلها زي ما انتم شايفين من اسم صحيحه كده، من اسم صحيحه دي يعني ما فيهاش كسر، ما فيهاش نص ولا ربع.
طب الاعداد اللي هي فيها نص وربع وتمن دي اسمها الاعداد الايه؟ النسبيه. طب هي الاعداد النسبيه كنا بنقول كسور، هي الكسور دي زمان في ابتدائي كنا بنسميها كسور. طب الكسور دي نفسها بس كده اسمها الاعداد النسبيه؟ لا، الكسور لما اضيفها للاعداد الصحيحه تبقى اسمها الاعداد النسبيه. يبقى الكسور ضفناها للاعداد الصحيحه، يبقى الاعداد الصحيحه دي هي ضفنا لها الكسور اصبح ليها اسم جديد اللي هي الاعداد النسبيه. يعني ممكن نقول واحد ده يعتبر صحيح ونسبي. طب واحد ونص ده نسبي، طالما في كسر يبقى نسبي. طب الواحد ده دلوقتي يعتبر اعداد العد ولا الطبيعيه ولا الصحيحه ولا النسبيه؟ الواحد ده موجود في كله، لان كل حاجه زودنا عليها خدت اسم جديد. يعني ايه زودنا عليها خدت اسم جديد؟ لما نشوف اي واحده مثلا عندنا بتبقى مثلا البنت دي كذا، خلاص اول ما تتجوز وتخلف بنسميها بنقول عليها ام. طب الام دي ما بقتش واحده ست، ما بقتش بنت، ما بقتش كذا، يعني ما بقتش مؤنثه، هي نفسها بس زاد عليها حاجه انها خلفت فسميناها لكن ما فقدتش الصفه الايه الاوليه انها مؤنث. واضح؟ فنفس الكلام دي اعداد عد، زودت عليها الصفر باخدت اسم جديد لكن ما لغتش الاعداد دي. طب الاعداد الطبيعيه دي زودنا عليها السالب خدت اسم جديد لكن ما لغيناش الاعداد الموجبه. الاعداد الموجبه بقت جزء، بقت موجوده مثلا انه هنا وهنا وهنا. يبقى الاعداد الواحد والاثنين والثلاثه هي موجوده جوه الاعداد العد، وهي موجوده جوه وهي موجوده جوه الاعداد الصحيحه، هي موجوده، وهي موجوده جوه الاعداد النسبيه. بس كل لما اخد اسم جديد يعني انا زودت على القديم حاجه. يبقى تاني اعداد العد بتبتدي من واحد، 2 3 كده انا بعد. طب الاعداد الطبيعيه هي اعداد العد وازود عليها صفر. طب الاعداد الصحيحه هي الاعداد الطبيعيه وازود عليها الاعداد السالبه. طب الاعداد الصحيحه من اسمها كده كلها حاجه صحيحه ما فيهاش كسور. لما ازود عليها الكسور، ازود عليها الكسور اصبح اسم جديد اللي هو الاعداد الايه؟ النسبيه. والاعداد النسبيه دي مش معناها الكسر وبس، معناها الكسر والصحيح. طب واحد يقول لي 3 دي عدد نسبي ليه؟ ما هو مش بسط على مقام، ما هي 3 على 1 اللي هي بيساوي برضه 3. كلمه 3 على 1 دي بقت صوره كسر. فالاعداد النسبيه دايما على صوره بسط على مقام. الحاجه اللي مالهاش مقام يعني مقامها 1. يبقى ده يعتبر عدد ايه ده؟ ده يعتبر عدد صحيح وعدد نسبي وعدد طبيعي ومن مجموعه اعداد العد. كل مره تلاقيني بزود حاجه عليها. واضحه كده؟ يبقى اصبح عندي اخر حاجه واخدينها هو الاعداد الايه؟ النسبيه. طب الاعداد النسبيه دي اللي هي فيها كسر. يعني لو قلت 1.5 ده نسبي، نص نسبي، 5 برضه نسبي. في حد يقول لي ده طبيعي، طبيعي صح، صحيح وصحيح صح، ونسبي ونسبي، بيتكون من دول كده. واضح يا جماعه؟ يبقى هو موجود في الثلاث حاجات، وكل ما ازود عليه حاجه بياخد اسم جديد زي ما قلنا. طيب لما شفنا دي كده اهو ادي الاعداد اللي هي ايه؟ النسبيه. لما اضيف بقى حاجه زي اللي هي الجذور، الجذر ده عدد غير نسبي. الغير نسبي انا بسميه نون شرطه. خلاص كده؟ طب دي الاعداد الغير النسبيه. لما اضيفها للاعداد النسبيه تاخد اسم جديد. الاعداد النسبيه لها كسور وكل ما جواها كده. لما اضيف لها الغير نسبي اللي هو الجذور بقى تسمى الاعداد الحقيقيه، رمزها ح. يبقى اسمها عدد حقيقي. يبقى العدد الحقيقي ده بيشمل ايه بقى؟ بيشمل الجذور وبيشمل الكسور وبيشمل الموجب وبيشمل السالب وبيشمل الصفر. واضح كده؟ يعني كل مجموعه بتبقى حاجه صغيره كده. ادي الاعداد العد اللي هي 1 و2 و3، ازود عليها كمان الصفر بقى اسمها الاعداد الايه؟ الطبيعيه. دي كان اسمها العد. الطبيعيه دي لما ازود عليها كمان السالب 1 وسالب 2 بقى ليها اسم جديد اللي هي الاعداد الصحيحه. لما ضفت عليها كمان الكسر بقى ليها اسم جديد اللي هو الاعداد النسبيه. لما اضيف عليها الجذر اللي هو الغير نسبي يبقى دي بقى اسم جديد اللي هو الاعداد الحقيقيه. واضحه؟ يبقى كل مره ازود عليها الاقي اللي ده موجود برضه بس زودت عليه، موجود برضه بس زودت عليه، وهكذا. يبقى الاعداد الحقيقيه الوقت اللي عندنا اللي هي فيها كل حاجه احنا هنحتاجها، مش هنحتاج اكتر من كده. واضح؟ ادي الملخص اهو. بيقول لي مجموعه اعداد العد اللي هي 1 2 3 4. خلاص كده؟ الاعداد الطبيعيه دي تسمى مجموعه اعداد العد. لما ازود مش ازود، خلي بالنا بقى من حاجه دلوقتي بالنسبه للاعداد الطبيعيه احنا قلنا 0 1 2 3 4 5 6 صح؟ الاعداد الطبيعيه دي في جزء منها فردي وجزء منها زوجي. احنا قلنا الفردي اللي هو مين؟
الفردي اللي هو 1 و3 و5 ببتدي من 1. الزوجي ببتدي من 0 0 و2 و4 و6 و8 وماشي على طول. خلاص كده؟ ديت اللي هي مجموعه اعداد العد. الثانيه اللي هي 0 2 4 6 8 دي الزوجيه. اللي بينهم الفردي 1 3 5 7 9 وهكذا. في دي بقى خلي بالكم الاعداد الاوليه. الاعداد الاوليه دي عشان كل ما تجي لنا احنا هنلاقي نفسنا متلخبطين. الاعداد الاوليه دي اللي بتقبل على نفسها بس، ولا تقبل على الاثنين ولا على الثلاثه ولا على الخمسه ولا سبعه، بتقبل على الاثنين على نفسها بس. فنلاقي مثلا ايه الاعداد اللي بتبقى على نفسها؟ 2 ما بتقبلش على 2 بس. ما تقبلش على حاجه غير الاثنين. الثلاثه ما تقبلش على حاجه غير الثلاثه. الخمسه كل واحده من دول هتلاقيها ما بتقبلش الا على نفسها بس. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الاثنين وثلاثه وخمسه وسبعه. حد يقول لي 9؟ لا، التسعه بتقبل على التسعه وعلى الثلاثه. ادي 11. 12 لا، ليه؟ 12 بتقبل على نفسها ال 12 وبتقبل على الثلاثه وبتقبل على الاثنين وبتقبل على الاربعه وبتقبل على السته. دي بتقبل على حاجات كتير قوي. يبقى الاعداد اللي بتقبل على نفسها بس اسمها الاعداد الايه؟ الاوليه. ركز بقى معانا كده اهو، نركز مع بعض تاني. الاعداد اللي فوق دي اعداد العد، دي الزوجيه، دي الفرديه، دي الاوليه. نخلي بالنا من كلمه الاوليه هتجي لنا كتير في الباب الثالث. واضح كده؟ في حاجه اسمها مربعات الاعداد. مربعات يعني كل عدد وربعه. يعني شايف الاعداد دي وربعها. لما اربع الواحد يبقى ايه؟ 1 في 1 1، 2 في 2 ب4، 3 في 3 ب9، 4 في 4 ب16. دولت اسمهم مربعات الاعداد. مربعات الاعداد. واضحه كده؟ وفي بقى حاجه اسمها مضاعفات الاعداد. مضاعفات يعني اضربها في 2. يعني بضرب ده في 2 تبقى 4. 2 2 في 2 ب4، 3 في 2 ماشي يا جماعه ب6، 4 في 2 ب8. يبقى دي اسمها مضاعف الاثنين. خلاص كده؟ دي اسمها مضاعف الاثنين. مضاعف الاثنين يعني اضرب كل حاجه في 2. اوكي؟ معايا يا جماعه؟ يبقى المضاعفات دي انا بضربها خلاص في ارقام. دي مضاعفات الاثنين، اضرب كل حاجه هنا في 2. طيب احنا كده خدنا شويه حاجات بسيطه كده اهوت. نيجي ناخد بقى الحاجه الاهم. طبعا كلمه المضاعفات وكلمه الحاجات دي ممكن نبقى نتقل لما نيجي ناخدها. مش عايز يتقل عليا دلوقتي في حاجه، انا عايز الحاجه اللي تهمني دلوقتي اللي هي تهمني في التاسيس. خلاص؟ طيب لما اقول تقاطع مجموعتين بقى، يعني ايه تقاطع مجموعتين؟ انا لو عندي مجموعه اهي ومجموعه اهي، في مجموعه عناصر جوه السين اللي هي 1 2 3 4، وفي عناصر جوه الصاد. جوه الصاد دي كلها اللي هي 3 و4 و5 و6، وفي عناصر مشتركه بين الاثنين اللي هي الثلاثه والاربعه. دي موجوده هنا وموجوده هنا. زي انا عندي دلوقتي العلمي والادبي، في مواد للعلمي بيدرسوها وفي مواد للادبي بيدرسوها، وفي مواد مشتركه بينهم زي العربي موجود هنا وهنا، الانجليزي موجود هنا وهنا، لكن الاحصاء لا، في الادبي بس، الفيزياء في العلمي بس. يبقى في مواد بياخدها المجموعه دي بس، ومواد المجموعه دي بس، ومجموعه مشتركه بينهم. نفس الكلام هو. خلاص؟ فانا هلاقي دي اللي المجموعه المشتركه هنا مين؟ 3 و4. الحاجه المشتركه دي بسميها تقاطع، بسميها تقاطع. تقاطع المجموعتين، وكلمه تقاطع برمز لها بالرمز ده. فلو سمينا دي س ودي ص، فانا بقول له الس تقاطع الصاد هيساوي العناصر المشتركه بينهم هما الاثنين اللي هي الثلاثه والاربعه. دي اسمها س تقاطع الصاد اللي هي العناصر المشتركه، بنرمز لها بالرمز ده، التقاطع كده، لو شبه الكوبايه المقلوبه كده، يبقى ده التقاطع. يبقى هو مديني مجموعه وانا عايز اعملها كده اهو، بيقول لي دي 1 2 3 4 اهي، 1 2 3 4 دي السين. طب الصاد 3 و4 و5 و6. اول حاجه اما اجي ارسم مجموعتين كده اهو، بحط الحاجه المكرره. مين مكرر هنا؟ الواحد لا مش مكرر، 2 مش مكرر، 3 مكرره موجوده اهي، 4 مكرره موجوده اهي. فبحط 3 وال4 الاول. خدت 3 وال4 حطيتهم، اشوف بقى الزياده. هنا 1 و2 في السين بحط له 1 و2. هنا 5 و6 في الصاد بحط له 5 و6. ودي خدناها في اولى اعدادي، خلي بالكم الكلام ده بتاع اولى اعدادي. يبقى دي كده معنى التقاطع. اهم حاجه بقى نكون عارفينها للسنه دي ونكون فاهمينها كويس قوي، الرمز بتاع التقاطع اللي هو الرمز دوت. خلاص كده؟ وساعات يجيبها لي في مسائل كده، المسائل بيكون بيتكلم وبيشرحها، بيقول لك هات مثلا عناصر المجموعه س وص. كلمه و معناها تقاطع، لما اقول لي س وصاد معناها س تقاطع صاد. يبقى خلي بالكم حرف الواو ده معناه تقاطع. حرف الواو او كلمه معا، ساعات يقول لك هات العناصر اللي موجوده في س وصاد معا في نفس الوقت يعني.
فيا اما كلمه معا يا اما كلمه هي التقاطع، وده بقى اللي نكون عارفينه كويس قوي لان هو ده التاسيس. اللي لما اجي اخد القوانين انا هحتاج الحاجات اللي فاتت اللي هي كلمه يعني ايه، كلمه معا يعني ايه بنعرفها من دلوقتي. التقاطع بنستخدم كلمه او معا. كلمه دي بالذات نكون عارفينها. خلاص كده؟ يبقى التقاطع بستخدم الكلمتين دول يا اما يا اما معا. يعني يقول لك هات المجموعتين س وصاد، او يقول لك س وصاد معا. طب حد يقول لي ما هو ساعات يقول س طالما قال لي مش محتاج كلمه معا، ماشي بس دي للتاكيد. يبقى كده ده التقاطع. طب المجموعتين دول لو قال لي الاتحاد، ماشي، هعمل ايه في الاتحاد؟ هاخد كله. الاتحاد هكتبه س اتحاد، العلامه هي بتاعت الاتحاد. ودي كلمه اتحاد جايه من بالانجليزي اتحاد يعني يونيون، اولها كلمه يو فخدوا كلمه اتحاد يعني. يبقى س اتحاد صاد كل الارقام دي اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 و6. يعني خدت كل العناصر. الاتحاد خدت ايه؟ كل العناصر. طب لما اقول له كل العناصر يعني انا باخد اللي هنا خلاص او اللي هنا. معايا؟ طب في ناس هتبتدي تشك في كلمه او دي. اقول لكم دي زي ايه؟ عشان تبقى قريبه من ذهنكم. لما يكون عندنا ناس دلوقتي بتشجع الاهلي وناس بتشجع الزمالك. حلو كده؟ طب وفي ناس بتحب اللعبه الحلوه بتشجع هنا وهنا مش متعصبه لحاجه. فبتشجع بتشوف هنا وبتشوف هنا. فلما اقول لك اديني اسامي للناس اللي هي بتحب الزمالك بس هتديهاني، بتحب الاهلي بس هتديهاني. لما اقول لك اديني اسم دلوقتي الناس اللي هتتفرج على الاهلي والزمالك، يبقى لازم يكون بيتفرج على الاثنين مع بعض في نفس الوقت معا. دي فائده كلمه معا. يبقى الناس اللي عايزه تتفرج على الاهلي والزمالك هجيب اللي هم هيشوفوا الاثنين مع بعض في نفس الوقت. لكن لما اقول لك اديني اللي بيشجع الاهلي او الزمالك، هتجيب لي اسامي الناس اللي بتشجع الاهلي وهتجيب لي كمان الناس اللي بتشجع الزمالك، لان قلت لك هات لي اللي بيشجع ده او ده. لو قلت لك هات لي ناس اللي لابسه احمر او اخضر، لمهم لي كده وهاتهم لي. يبقى اللي تلاقي لابس احمر هتجيبه، اللي تلاقي لابس اخضر هتجيبه، يبقى انت جبت كله. كل اللي لابسين احمر واخضر. يبقى كلمه او هنا معناها هتجيب كل حاجه. مش او هنا معناها اذا لقيت ده اجيبه او اذا لقيت ده اجيبه، لا ده انت هتجيب ده وتجيب ده. اذا لقيت ده لابس احمر هاته، او اذا لقيت ده هاته. كلمه او يبقى ده هيجيبه وده هيجيبه. معايا كده؟ طيب زي ما اقول لك في رحلتين، رحله طالعه الفيوم ورحله طالعه اسكندريه. اللي طالع اسكندريه يجيب لي اساميه، اللي طالع الفيوم يجيب لي اساميه. حلو؟ في ناس هتبقى مشتركه في الرحلتين عايزه تطلع هنا وهنا. صح؟ طب لو انتوا قاعدين كده كلكم بقى اللي عايز يطلع اسكندريه وعايز يطلع الفيوم، بقول لكم يا جماعه اللي هيطلع اسكندريه او الفيوم يجي، هلاقي مين جاي لي؟ كل الناس. ما هو اللي عايز يطلع الفيوم جه، ما انا بقول اللي عايز يطلع الفيوم او اسكندريه يجي لي. ما اقولش اللي عايز يطلع الصعيد، لا الاسكندريه او الفيوم. فكل اللي اسمه هنا او اللي اسمه هنا هيجي لي. يبقى لما قلت اسكندريه او الفيوم جاي لي كل الناس. فخلي بالك من كلمه او عشان ما تضربش العكس. كلمه او هنا معناها ايه؟ معناها اتحاد. معناها يجي لي كل اللي واخد س او صاد. يبقى كلمه او معناها اتحاد، يعني باخد السين وباخد الصاد، باخد كله مع بعضه. يبقى س او صاد واخد كله، الاثنين يكونوا معايا. او هنا مش معناها ان انا بختار ده او ده، لا. او هنا يعني تعالى اللي تبع س او صاد. خلي بالك قولها كده عشان تبقى فاهمها. اللي تبع س او صاد يجي لي. خلاص كده؟ طيب تعال نحل كده ونشوف. بيقول لك اذا كانت س اهي 1 و2 و3 و4 بهدوء كده ونحل. احنا عشان نكون عارفين نركز في حاجه واحده، الخلاصه. الخلاصه لما اقول لي تقاطع بجيب المشترك، لما اقول لي اتحاد بجيب كله. طب في كلمات داله على التقاطع وكلمات داله على الاتحاد. اللي بيدل على التقاطع كلمه و، اللي بيدل على الاتحاد كلمه او. طبعا في كلمه ته معا دي بالعربي اذا ما جابهاش حرف. خلاص؟ وكلمه او زي ما هي كده. طيب احنا هنا بيقول لي ادي السين اهي الاربع ارقام دول، الصاد الاربع ارقام دول اللي قلنا عليهم من شويه. عايز اتحاد المجموعتين. خلاص؟ يعني كل عناصر المجموعتين. اتحاد يعني كل عناصر المجموعتين. يبقى انا هكتب له الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته كلهم. طيب نيجي نشوف اللي بعديها كده سنه. بيقول لي اهو هنا عايز سين. السين اللي هي السين كلها اللي جوه الاطار بتاع السين، اللي هي الف والجيم والهي. طب حد هيقول لي انت قلت دي المجموعه المشتركه، هي المشتركه دي ما تبقاش تبع س وتبع ص؟ طبعا الاثنين. خلاص كده؟
تعتبر تبع دي وتبع دي، تبع الاثنين. الحته المشتركه بتبقى تبع الاثنين. خلاص كده؟ طيب الصاد يعني كل اللي جوه الصاد. يبقى الجيم والهي والب والدال. جيم وه وب ودال. طيب الراجل عايز تقاطع، س تقاطع صاد، يبقى الحته المشتركه جيم وه. طب عايز اتحاد، الاتحاد يعني كله اللي هو ألف وجيم وه وب ودال. يبقى انا كده جبت الايه؟ الاربع حاجات. طيب نشوف هنا. هنا بيقول عايز س تقاطع صاد، س تقاطع صاد يعني المشتركه اللي هي 2 وبحطها جوه اقواس مجموعه. خلي بالك لما بكتب عدد بحط جنبه نقطه كده او علامه اكس، يا اما احط نقطه يا اما علامه اكس عشان ابقى حاجز له مكان يعني. طب اللي مش عايز يحط النقطه بلاش، لكن هو جرى العرف نحط النقطه دي. طب الاتحاد هنا كل دول 1 و2 و3 و4. واضحه كده؟ طيب نشوف دول برضو. دول بيقول عايز س تقاطع صاد، ايه المشتركه؟ دي جوه دي اصلا، فالسين كلها جوه الصاد، يبقى السين كلها مشتركه جوه، يبقى ال3 وال4 بيتقاطعوا فيها. طب الاتحاد يعني كل الكبيره، كل حاجه موجوده في الكبيره. الاتحاد هنا يبقى ال1 وال2 وال3 وال4. تاني دول مجموعتين جوه بعض، فالتقاطع بيديني الصغيره لان هي الصغيره دي مشتركه جوه الكبيره. طب الاتحاد بيديني الكبيره كلها. واضحه؟ طيب برضه عايزين نحل دولت اللي احنا حليناهم من شويه. طيب نشوف بقى مكمله المجموعه. يعني ايه مكمله المجموعه؟ طيب نبص احنا كده على المجموعه دي، نخلي بالنا كده في مجموعه جوه مجموعه، واحده اسمها الف واحده اسمها ش. بصوا لها كده شوفوها. هنلاحظ هنا المكمله، انا عندي المجموعه اللي هي الف دي شايفينها؟ الف اللي هي 1 و2. ش دي اسمها المجموعه الام، المجموعه الكبيره اللي جواها كل حاجه. ساعات بيكون جواها مجموعه وساعات بيكون جواها مجموعتين متقاطعين، يبقى دي اسمها المجموعه الام. دي المجموعه الام الكبيره، المجموعه الكبيره خالص اللي جواها كل حاجه. طب دي كده بتبقى جزء منها كده اهو. فانا عندي الف اهي اللي هي 1 و2، دي اسمها الف المكمله، بسميها الف كده شرطه كده، دي اسمها المكمله. المكمله دي يعني بعكس، يعني كله ما عدا الف. تاني المجموعه الف اهي اللي هي 1 و2، كلمه المكمله يعني كل حاجه ما عدا الالف، يعني كل اللي حوالين الف، لكن الالف لا. مين اللي حوالين الف؟ 3 وال4 وال5. يبقى اما اكتب الالف خلي بالكم الالف هتبقى مين؟ 1 و2. الالف اهي 1 و2 ادي الالف. طيب المكمله بقى، المكمله اللي هي الف شرطه مين؟ 3 و4 و5 اللي هي اهي. المكمله الف شرطه يعني كل اللي حوالين الف. يبقى تاني يا جماعه انا عندي التقاطع يعني ايه؟ يعني التقاطع يعني باخد المشترك بس المتكرر هنا وهنا. مشترك يعني متكرر، الحاجه المكرره هو ده اللي باخده، ده اللي هو التقاطع اللي هو المشترك. خلاص؟ طب الاتحاد باخد كل المجموعتين بعاد عن بعض جوه بعض، المهم باخد طالما عايز س اتحاد صاد اخد كل عناصر س واخد كل عناصر صاد واكتبهم وما اكررش حاجه، احنا ممنوع التكرار في المجموعه. خلاص كده؟ طب المكمله، لما اقول مكمله الف يعني اخد كل اللي حوالين الف ما عدا الالف ما اجيش ناحيتها. طب مكمله ب كل اللي حوالين ب ما عدا الب. خلاص كده؟ يعني باخد ش كلها المجموع الام كله ما عدا اللي تحت الشرطه. يبقى ما اقول لك مثلا س شرطه يبقى هتاخد لي كل حاجه ما عدا السين، يبقى انا كده شطبت على السين وخدت الباقي كله كل اللي حواليها. واضح كلمه المكمله؟ يبقى انا عندي لحد دلوقتي تقاطع واتحاد ومكمله. حلو اهو. تعالوا نحل هنا الاتحاد والمكمله. بيقول لي في مجموعتين اسمها س وصاد ودي ش كلها. فعايز س شرط يعني س مكمله او مكمله س. مكمله س يعني باخد كل حاجه ما عدا اللي جوه السين دي، ما عدا دي. اخد كل الباقي بقى اللي هي مين؟ الثلاثه والخمسه والسته. 3 5 6. طب مكمله صاد يعني كله ما عدا الصاد، خبوا الصاد كده يبقى فاضل لي 1 و2 و6. يبقى 1 و2 و6 وبين اقواس ايه؟ مجموعه. طب نشوف هنا دي اسمها الف وب ودي ش اللي هي المجموعه الام كلها. لما يقول لي الف شرطه
يعني كل حاجه ما عدا الالف، يبقى اخد كله ما عدا اللي تحت الشرطه. ادي الالف اهي، اخد كله ما عدا الثلاثه والاربعه والثمانيه دول، كله اللي هو مين؟ اخد اللي جوه البه الاول ما عدا اللي جوه الالف اللي هما الاثنين دول، واخد كل اللي حوالين بقى الالف اللي هي 7 و5 و9. 7 و5 و9 دي كده مكمله الالف اللي هي الف شرطه، اسمها مكمله الف. مكمله الف دي معناها الف شرطه، ومعناها كله ما عدا الالف. طب ب شرطه معناها مكمله ب اللي هي كله ما عدا الب، يعني انا اخبي الب واخد الباقي. ايه الباقي؟ 3 والاربعه والسبعه والخمسه والتسعه، يبقى ماليش دعوه ب، يبقى انا هاخد الثلاثه والاربعه والسبعه والخمسه والتسعه. واضحه كده؟ يبقى دي المكمله اللي هي ايه؟ بتاعت اي حاجه. طب نيجي بقى لحاجه ثانيه اللي هي الفرق بين مجموعتين. طيب ادي مجموعه وادي مجموعه، خلاص؟ اوكي. المجموعه دي كده اسمها الف، والمجموعه دي اسمها ب. المشترك بينهم ده اسمه التقاطع، شايفين التقاطع اللي جوه ده اسمه التقاطع. لما اقول لك الف فرق ب، يعني الف وبطرح منها ب، يعني الف وبقص ب ما اخليش ب، يبقى الف فرق ب، يبقى انا هشيل كل الب اقصها كده كلها. لما اخبي الب كلها ما انا الف وطرحت منها ب، يبقى المنطقه اللي فاضله دي هي الف فرق ب، يبقى الف وشلت منها وقصيت ب كلها، يبقى الف فرق ب اللي هي المنطقه دي. طب لو قال لي ب فرق الف، يعني انا عندي الب وبشيل منها الالف، ادي الب واخبي منها الالف كلها، خبوا الالف يبقى المنطقه الباقيه دي هي ب فرق الف، يبقى ب فرق الف هي ب واشيل منها الف، اقص الف خالص، اقص الف كلها، ما اخليش الف كلها ولا ب كلها، حاجه من الاثنين. واضحه؟ طيب نشوف مثال. بيقول لي الالف هو 2 و3 و4، الف 2 و3 و4، الب 4 و5 و6، 4 و5 و6. في المشترك هنا خلي بالكم الاربعه موجوده هنا وموجوده هنا، فحطيتها في المنطقه المشتركه دي، اسمها المنطقه اللي فيها الحاجه المشتركه. طب الراجل عايز الف فرق ب، الف فرق ب يعني اخبي الب، يبقى تديني 2 وايه و3، يبقى الف فرق ب 2 و3. طب لو عايز ب فرق الف، ب واشيل منها الالف، اجي عند الب واشيل منها الالف خالص، يتبقى لي خبوا الالف كده زي ما انا بعمل، خبوا الالف يتبقى 5 و6، يبقى ب فرق الف اللي هي 5 و6. هنلاحظ حاجه، الف فرق ب لا تساوي ب فرق الف، دي حاجه ودي حاجه، حتى دي مكان ودي مكان. واضحه؟ تعالوا نحل عليهم شويه. هنا عايزين التقاطع، قلنا التقاطع يعني الحته المشتركه اللي هو مين؟ 2 بين اقواس مجموعه. س اتحاد ص، احنا كده بنحل اهو عشان ايه؟ نجمع معلوماتنا. س اتحاد ص يعني كل اللي في س وص اللي هو 1 و2 و3 و4. طيب هنا دي طبعا المجموعه الشامله الام اللي فيها كل حاجه، جواها س وص متقاطعين. خلي بالكم لو عايز س تقاطع ص يبقى 2. طب هنا عايز ش، ش يعني كل ده اللي هو الواحد والاثنين والثلاثه وحتى اللي بره دي 4 وبين اقواس مجموعه. طب عايز س شرطه يعني كله ما عدا السين، ادي السين اهي، اخبي السين دي كده اهو ما حدش يشوفها، يتبقى لي مين؟ 3 و4. يبقى ادي الثلاثه وادي الاربعه. طب عايز الصاد المكمله، الصاد المكمله يعني اخبي الصاد اهي، يبقى كل اللي حواليها المكمله اللي هي الواحد والاربعه. يبقى اللي بره الصاد دي ادي الصاد اهي اهي، اشيلها خالص، يبقى اللي اتبقى لي مين؟ 1 و4، ادي 1 وادي 4. طب نيجي هنا تاني، عايز س تقاطع ص يعني الحاجه المتكرره المشتركه اللي هي جوه الاثنين اللي هي 3 و4. عايز س اتحاد ص يبقى 3 و4 و1 و2، 1 و2 و3 و4. هنا الراجل مديني ش الام دي كلها، الشين اللي هي مين؟ عشان ما فيش مكان للكتابه، الثلاثه والخمسه والواحد والاثنين والاربعه والسبعه والسته كمان، الشين يعني كل اللي جوه المستطيل ده. طب الف شرطه يعني كله ما عدا اللي جوه الالف، مين كله بقى اللي هو مين؟ ماليش دعوه بالالف، يبقى عندي 4 و7 و6. طب عايز ب شرطه، ب شرطه يبقى خبي الب، يبقى كله ما عدا الب، يبقى عندي 3 و5 و6.
3 و5 و6 ده اللي هو بايه؟ شرط. واضحه كده؟ طيب في المجموعه دي الراجل عايز الف شرطه. الف شرطه يعني مخبي كده الالف، ادي الالف خبيتها، يبقى فاضل 5 و7 و6. 5 و7 و6 يبقى الف شرطه 5 و7 و6. طب الب شرطه، الب شرطه يعني كله ما عدا الب، يعني اخبي الب يتبقى لي 3 و4 و6 و7. 3 و4 و6 و7. ألف تقاطع به الأول وبعدين عليه الشرطة. لما ألاقي حاجة زي كده أجيب الأول ألف تقاطع به اللي هو مين؟ 1 و2. شرطة بقى يعني مكملة الواحد والاثنين. كلمة مكملة الواحد والاثنين قلنا يعني كله ما عدا الواحد والاثنين. أي حاجة فوقها شرطة يعني كله ما عدا اللي تحت الشرطة. يبقى أنا هجيب كله ما عدا الواحد والاثنين اللي هو مين بقى؟ الثلاثة والأربعة والستة والخمسة والسبعة. يبقى الثلاثة والأربعة والستة وخمسة وسبعة. 5 و6 و7 دي كده المكملة. طب الاتحاد المكملة، الاتحاد اللي هو مين؟ اللي هو اللي جوه دول. خلاص كده؟ المكملة بقى بتاعتهم اللي هو الباقي. كلمة الاتحاد المكملة أو مكملة الاتحاد يعني كله ما عدا الاتحاد. آدي الاتحاد هخبيه أهو. يبقى كله ما عدا اللي تحت إيدي اللي هو مين بقى اللي فاضل؟ 6 و7. يبقى أنا أحلها مباشر على طول 6 و7. ممكن أحل كده وممكن أحل مباشر على طول. واضحة؟ اختر الإجابة الصحيحة. تعالوا نشوف. بيقول لي 2 و5 و3 و5. الراجل عايز تقاطعهم على المشترك اللي فيهم. في حاجة مشتركة؟ الخمسة. يبقى ده المشترك. عايز تقاطع برضو هنا الحاجة المشتركة. اما يجيب لي الحاجة المشتركة امسك الصغيرة واشوف متكررة ولا لا. فامسك الصغيرة، الأربعة متكررة الخمسة متكررة يبقى التقاطع بتاعهم اللي هو مين؟ 4 و5. هنا عايز اتحاد يعني كله، يعني لازم الاقي 1 و2 و3 ومفيش غيرهم. طبعا ما بكررش الاثنين، يبقى لازم الاقي 1 و2 و3. هنا اتحاد برضه، يعني لازم الاقي الاثنين والثلاثة والخمسة. 2 و3 و5 اهي. هنا تقاطع عايز 1 و3 و2 و6 و13. طبعا مفيش حاجة متكررة خالص، هو عايز التقاطع يبقى فاي. طبعا مفيش حاجة متكررة يبقى فاي. دي 2 و7 تقاطع 7 و2. ايه اللي متكرر؟ الاثنين متكررة والسبعة متكررة. يبقى أنا عندي التقاطع هو الاثنين والسبعة. واضحة؟ طيب عندي هنا بيقول لي 3 و4 اتحاد 3 و4 و5. يبقى أنا محتاج آخد كله، آخد الثلاثة والأربعة والخمسة. هنا برضه عايز اتحاد، لازم ألاقي 1 و6 و4 و5. 1 و6 و4 و5 أهي. هو حد يغلط وياخدهم كده من غير الفاصلة. واضحة؟ طيب كده احنا خدنا اهو الجزء الأول بتاع المجموعات، وهنيجي ناخد دلوقتي الجزء إن شاء الله بتاع الاحتمالات. تعالوا نشوفه كده. لو بصينا كده هنلاقي مكتوب اللي هو أولى إعدادي ترم تاني. يبقى ده اللي بيدرسه أولى إعدادي ترم تاني، وده اللي هناخده إن شاء الله السنة دي في الإحصاء الفصل الثالث. والفصل الثالث ده يعتبر هو أكبر فصل، أقوى فصل، فلازم نكون احنا فاهمين الجزء ده كويس قوي عشان نخش فيه مرتاحين قوي قوي. فنخلي بالنا كده. أول حاجة هو بيقول لنا إن أنا عندي فضاء العينة. يعني إيه فضاء العينة؟ بصوا يا جماعة، عارفين أنتوا أي فلوس كده اللي هو عملة، مش ورق، عملة كده اللي هو الجنيه. الجنيه دايما هلاقي عليه صورة وكتابة. لما نيجي نلعب ملك وكتابة بنرميه كده، ويا إما يطلع إيه؟ يا ملك يا كتابة، اللي هي صورة يا كتابة. طيب صورة وكتابة دي يعني أنا دلوقتي هيطلع لي حاجة من اتنين. لو رميت عملة يا إما يطلع كلمة صورة يا إما هتطلع كتابة. في حاجة تانية لما أرمي العملة هلاقيها؟ مفيش. يبقى هي دي اسمها فضاء النواتج. يعني كل النواتج. يبقى كلمة فضاء دي جاية من الفضاء اللي هي فيها كل حاجة فوق. فيا إما أسميها فضاء النواتج أو كل النواتج عشان محدش يتضايق. كل النواتج. أو بنسميها فضاء العينة. والاسم ده اللي هنستعمله على طول. طبعا انتوا الاقرب لذهنكم كل النواتج. كل النواتج بنسميها فضاء العينه. ليه؟ لان احنا لما نيجي ناخد اي حاجه في الاحصاء بنعملها بنشتغل على العينه،
ما بناخدش كل الناس نسالهم ولا كل الناس نجرب عليهم، دايما بناخد جزء منهم اللي هو بنسميه عينه بس. ورا كده حتى الدم لما بنيجي احنا مثلا نحلله ما بياخدش كل الدم يحلله، بياخد عينه واحده بس او جزء صغير يحلله. فكلمه العينه يبقى دايما في الاحصاء بنكتب كلمه العينه، لكن هو الكلام اللي بيننا وبين بعض هو كل النواتج. خلاص كده اسميه فضاء النواتج، كل النواتج فضاء العينه. فيبقى بيننا وبين نفسنا كل النواتج هنقول عليها فضاء العينه. يبقى فضاء العينه دي او كل النواتج يعني كل النواتج الممكنه اللي هتشوفها. طيب احنا لو جينا مثلا وعندنا اللي هو زهر الطاوله، عارفين زهر الطاوله؟ زهر الطاوله دي لما اجي العب طاوله كده، الناس بتلعب طاوله بتلعب سلم وتعبان، فتيجي ترمي اللي هو زهر الطاوله. زهر الطاوله برضو الاسم العلمي ليه اللي هو حجر النرد، بنسميه كده حجر نرد، ده الاسم العلمي. بيننا وبين بعض برضو زهر الطاوله. لما اجي ارمي زهر الطاوله دي ايه اللي ممكن اشوفه؟ ايه الاعداد اللي ممكن تطلع لي؟ بيطلع لي يا اما يا اما 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6. دي بنسميها كل النواتج الممكنه او جميع الاعداد الممكنه اللي ممكن تطلع او مجموعه الاعداد اللي ممكن تظهر. فطالما مجموعه اعداد هتطلع لي بحطها بين اقواس مجموعه زي ما اتعلمنا كده، وبين كل عدد وعدد او رقم ورقم فاصله. طيب كل النواتج اللي ممكن اشوفها على ظهر الطاوله دي اهم من 1 ل 6 بس، خلاص بخليها في مجموعه لوحدها كده وبسميها ف، جاي من كلمه فضاء النواتج او فضاء العينه. يبقى فضاء العينه دي معناها كل النواتج اللي ممكن اشوفها. تاني يا جماعه، فضاء النواتج او فضاء العينه يعني كل النواتج اللي ممكن اشوفها، كل اللي ممكن اشوفه، بس اللي اشوفه فعليا مش كل اللي ممكن اتخيله، لا كل اللي ممكن اشوفه فعلا ويظهر. يعني هرمي دلوقتي زهر الطاوله هشوف ايه؟ يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6، مش هشوف 7، مش هشوف 0، مش هشوف 10، هي من 1 ل 6. فاهميني كده؟ لو احنا عايزين نشوف بقى ارقام بنحط ظهرين عشان يبقى 6 و6 5 و5، لكن هو الظهر الواحد جواه الارقام من 1 ل 6 بس. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده اسمه فضاء العينه او فضاء ايه؟ النواتج. طب لو انا هاخد منه رقم واحد بس، عايز دي بس، احطها بين اقواس مجموعه، ده بسميه حدث، بسميه جزء من فضاء العينه ده فبسميه حدث. يبقى الحاجه الصغيره بسميها حدث. طب هو الحدث ده رقم واحد؟ لا، ممكن اخد 2، اي 2 يعجبوني، 2 و3، ده برضه اسمه حدث. طب لو خدت من 1 ل 5 اسمه حدث. طالما ما خدتش كله يبقى اسمه حدث. يبقى اي مجموعه جزئيه من ف بسميها حدث. يبقى الحدث ده هو ايه؟ هو مجموعه جزئيه من فضاء العينه. فضاء العينه دي اللي هي ف. واضحه يا جماعه؟ يبقى الحدث جزء من فضاء العينه، حاجه صغنونه منها كده. طيب نيجي بقى لاحتمال. القانون ده اللي هو ده بنستعمله على طول وبناخده من اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي. قانون الاحتمال ده من اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي عندنا. ليه؟ انا ما اعرفش، بس هو قانون كل سنه. زي المعادلات هي كل سنه، زي المتباينات هي كل سنه، ويجي السنه اللي بعدها برضه نكون ناسيينها ومش عارفين. بس هي دلوقتي الاحتمالات نخلي بالنا. اكون عايز احتمال اي شيء. احنا دلوقتي قاعدين في قاعده، عايز احتمال وجود طالب بيلبس نظاره، يعني عايز اجيب احتمال اللي بيلبسوا نظاره. احتمال اي شيء في الدنيا بيساوي عدد الشيء ده على العدد الكلي. مثلا عايز احتمال اللي بيلبس نظاره يبقى عدد اللي بيلبسوا نظارات على العدد الكلي. عايز احتمال، لما اجي اسالها ما بقولش هات لي اللي بيلبسه احمر، بقول احتمال وجود حد لابس احمر. احتمال وجود ماشي شخص لابس لون احمر، فدي اسمها احتمال. ما انا بقول احتمال وجود او ظهور، ودايما نستخدم كلمه ظهور. خلاص، شخص يلبس او يرتدي لون احمر. في الحاله دي الاحتمال ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي عدد الشيء اللي بتكلم عنه ده اللي بيلبسه احمر على العدد الكلي، على كل الموجودين. لقيت اللي بيلبس احمر، اللي موجودين لابسين احمر 3، كل اللي قاعدين 10، يبقى الاحتمال ده بيساوي 3 على 10. يبقى لو عايز احتمال اللي بيلبسوا نظاره اجيب عدد اللي بيلبسوا نظاره على العدد الكلي. احتمال اي شيء لازم اقسم على العدد الكلي. تاني، احتمال اي حاجه في الدنيا لازم اقسم على العدد الكلي. ايه هو العدد الكلي ده اللي انا بتكلم عنه؟ لو انا عايز اللي بيلبسوا احمر في المدرسه يبقى هقسم على العدد الكلي ده عدد بتوع المدرسه. لو عايز اللي لابسين احمر في الفصل يبقى العدد الكلي هو طلبه الفصل. لو عايز اللي بيلبسوا احمر في مصر يبقى هقسم العدد الكلي بتاع مصر اللي هو بيشجعوا النادي الاهلي، يبقى هلاقي مصر كلها بتشجع النادي الاهلي. يبقى الاحتمال بتاع ايه؟ الاحمر عباره عن ايه؟ عدد اللي بيلبسوا احمر على العدد الكلي. اجيب النسبه بتاعتنا.
عدد اي شيء على العدد الكلي ده هو الاحتمال. يبقى احتمال اي حاجه، احتمال الف يبقى عدد عناصر الف على العدد الكلي اللي هو عدد عناصر فضاء العينه. عدد عناصر فضاء العينه اللي هو العدد الكلي. عدد اي حاجه دي بسميها نون. فعدد عناصر الف بسميها نون الف، يعني عدد عناصر الف. عدد عناصر ف بسميها نون ف. يبقى نون دي دايما هي عدد العناصر في الاحصاء على طول. نون هي عدد العناصر. دايما في كل الاحصاء نون هي عدد العناصر ما بتختلفش. ف على طول في الاحصاء هي فضاء العينه ما بتختلفش. مش هلاقيها هنا حاجه وهنا حاجه. واضحه؟ يبقى احتمال ظهور عدد زوجي في الاعداد اللي هي من 1 ل 6. احتمال ظهور عدد زوجي، وانا عندي كام عدد زوجي في الاعداد من 1 ل 6؟ الزوجي اهو 3. يبقى احتمال ظهور عدد زوجي يبقى 3 على العدد الكلي اللي هو 6 ارقام. 3 على 6 بيساوي، اختصر تطلع نص بالآلة. يبقى تاني يا جماعه احتمال ظهور اي حاجه في الدنيا يبقى عدد الحاجه دي على العدد الكلي. فاهميني؟ احتمال اي شيء ده قانون اساسي. طيب نشوف سؤال. بيقول لك في تجربه القاء عمله منتظمه مره واحده، لما اجي ارمي عمله انا عايز اكتب فضاء العينه اللي هو ف كلها. لما اجي ارمي عمله ايه اللي هشوفه؟ ايه اللي بيظهر على السطح العلوي؟ يا صوره يا كتابه. يا صوره يا كتابه، يعني بكتب يا اما صوره يا اما كتابه. اختصارا باخد اول حرف واول حرف، اقول له يا صوره اللي هي صاد، يا كتابه اللي هي كاف. يبقى ده فضاء العينه اللي طلع لي كله بقى. هو بيقول لي في تجربه القاء عمله منتظمه خلاص واحده ومشاهده ما يظهر على السطح قد اللي بيشاهده، اوجد احتمال ظهور صوره. احتمال ظهور صوره، كلمه احتمال بسميها لام. دايما في الرياضه بناخد اول حرف من الكلام او اي حرف منه. فاحتمال ظهور صوره سمي الاحتمال ده الف. بيساوي ايه بقى؟ احتمال ظهور صوره بيساوي عدد الصور في كام صوره؟ واحده على العدد الكلي اللي هو 2. يبقى احتمال ظهور صوره بيساوي نص. تاني احتمال ظهور صوره يبقى اجيب عدد الصور اللي هو 1 من الايه؟ فضاء العينه على العدد الكلي اللي هم كام حاجه؟ 2. يبقى الاحتمال هنا طلع ايه؟ نص. خلي بالكم بقى من شويه حاجات كنا بناخدها برضو في الاعدادي. احنا عندنا شويه حاجات اللي هو الحدث المؤكد والحدث المستحيل خلاص كده، وفي الحدث البسيط. طيب الحدث المؤكد ده اللي هو بيطلع لي كل العناصر ده اسمه حدث ايه؟ مؤكد. احنا مثلا عندنا 6 اسامي جايين يحضروا، جايين يلعبوا ماتش، جايين نخرج مع بعض 6. طيب فانا بقول لك دلوقتي احنا دلوقتي لو جه واحد بس منهم، واحد بس، ده اسمه حدث بسيط. لو جم كلهم يبقى حدث مؤكد، يبقى كله مؤكد جه خلاص. فكلمه مؤكد يعني كله، كل ال6 جم. بسيط يعني واحد بس اللي جه. المستحيل ان ما يحصلش ولا حاجه ولا واحد يجي، ال6 ما جوش، هنلعب ماتش وال6 ما جوش، بنقول ده حدث مستحيل. لو الكل جه يبقى ده حدث ايه؟ مؤكد. واضح يا جماعه؟ يبقى تاني لو كله جه يبقى حدث مؤكد. لو مفيش ولا واحد جه ده اسمه حدث مستحيل، حاجه تحس انها مش ممكن تحصل. طب لو واحد بس اللي جه ده اسمه حدث بسيط. واضحه؟ دايما الاحتمالات عندي الحدث المؤكد ده لو جبت احتماله بيساوي 1. ليه؟ لان انا بقول لك كله ممكن يجوا، ال6 كلهم جم من ال6، 6 على 6 فيها الواحد، فالحدث المؤكد ده بيساوي 1. طب المستحيل يعني مفيش ولا واحد جه على ال6 يبقى بيساوي 0. واضح كده؟ يبقى الاحتمال بتاعه بيساوي 0. ده الاحتمال بيساوي عدد الناس اللي جت اللي هو 0 مستحيل، والعدد الكلي 6 يبقى 0. يبقى الاحتمال بتاعنا طلع 0. يبقى الحدث المستحيل احتماله 0. الحدث المؤكد احتماله طلع بيساوي 1. بقول لك دايما بقى الاحتمالات كلها هتطلع من 0 للواحد ده، من 0 إلى 1. أقصى حاجة عندي 6 على 6 اللي احنا بنقول ممكن حتى نقول 100% جم، يعني 100 على 100. 100 على 100 دي يعني بيساوي 1 صحيح. طب لو ما جاش حد خالص 0 على 100 يبقى اللي هي 0، يبقى بتبتدي من 0 لحد 1. يبقى الاحتمال عندي خلي بالكم بيبتدي من 0 لحد 1. احتمال أي حدث هيبتدي من كام لكام؟ من 0 إلى 1. لكن تاني عندي أحداث، حدث مؤكد وحدث مستحيل. ده كام وده كام؟ إيه هو اللي ده كام؟ الاحتمال. احتمال الحدث المؤكد بيساوي 1. احتمال الحدث المستحيل 0. في فرق بين الحدث وبين احتمال الحدث. كلمة احتمال لازم يطلع رقم، ورقم ما بين 0 وال1.
لان اقل حاجه صفر واعلى حاجه واحد. يبقى اي حاجه تانية تكون ما بين الصفر والواحد، احتمال اي حدث يقع ما بين الصفر وما بين الواحد. واضح كده؟ طيب نيجي نشوف كده شويه مسائل ناكد بقى على المعلومات اللي احنا خدناها. ده كده شويه الاحتمال اللي احنا عايزينهم وبنأكد عليهم عشان نتأكد لازم نحل. بقول لك عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة، الأعداد اللي هتطلع لي خلي بالكم يا إما 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6. قلنا حجر النرد ده اللي هو ظهر الطاولة دي فيه كلها اهو، ده كل اللي ممكن أشوفه. كل اللي ممكن أشوفه لو رميت حجر النرد أو ظهر الطاولة هم دول، يا إما مش هشوف كل دول مع بعض، بشوف يا إما 1 يا إما 2 يا إما 3 يا إما 4 يا إما 5 يا إما 6، حاجة من دول هشوفها. فأنا ده كل اللي ممكن أشوفه، مش أنا هشوفه مرة واحدة، كل اللي ممكن أشوفه. واضح كده؟ طيب هنا بيقول لك بقى ملاحظة العدد الظاهر على الوجه العلوي، لأن في واحد ممكن يقول أنا شايف 6 وشاف في الجنب 3 وشاف في الجنب 2، فالراجل بيريحك عشان ما نقعدش إيه نتلامض عليه ونقعد نقول له كلام لا مش مظبوط. لا هو فعلا ممكن يشوف كذا حاجة من كذا جهة، فهو بيريحك بيقول لك الوجه العلوي بس، أنا عايزك تشوف الوجه العلوي. خلاص كده؟ عشان ما تحلف إن أنت شفت رقم تاني ماشي، بس إحنا عايزين العلو بس. طيب بقول لك احتمال ان يظهر بقى على الوجه العلوي ايه؟ عدد زوجي. عايز الاحتمال بتاع ده، احتمال ظهور عدد زوجي. يبقى عدد الاعداد الزوجيه اللي هي 1 2 3 على العدد الكلي 6. المساله دي كل حاجه هقسم على 6 لان ده العدد الكلي. يبقى 3 على 6 واختصر، الاله هتختصر هتطلع لك نص. طب احتمال عدد فردي يبقى عدد الاعداد الفرديه اللي هي الواحد والثلاثه والخمسه، 3 اعداد على 6 برضه نص. احتمال ظهور عدد اولي اللي هو بيبقى على نفسه بس، اللي هو بيبتدي ب2 و3 و5. الواحد ما هواش عدد اولي. خلاص كده؟ احنا بنقول الاولي بيبقى على نفسه بس، اللي بيبقى على نفسه وعلى الواحد. خلاص كده؟ بيبقى على نفسه والواحد. طب الواحد هنا بيقول لك الواحد ده لما نقول له بيبقى على نفسه والواحد يعني هو حاجه واحده، لكن ده لازم يبقى على نفسه وعلى الواحد. المهم الواحد ده ما هواش عدد اولي، الاعداد الاوليه تبتدي من 2 وكلها فرديه ما عدا ده. كل الاعداد الاوليه فرديه ما عدا اول رقم بس هو الوحيد اللي زوجي. فالوقت الاعداد الاوليه هنا اللي هي 2 و3 و5 عددهم 3 واقسم العدد الكلي يعني نص. طب عايز احتمال ظهور عدد اصغر من 5. ايه اللي اصغر من 5؟ خب ال5 يبقى 4 اعداد، يبقى هنا بيساوي 4 على 6 واختصر تطلع تلتين. بقول لك احتمال ظهور عدد اكبر من 6 لا يمكن، حجر النرد فيه 6 بس، يبقى دوت الاحتمال ده هيطلع 0 لانه لا يمكن مستحيل. حدث ظهور عدد اصغر من 7 اللي هم كل دول اصغر من 7 اللي هم ال6 كلهم، 6 على 6 بيساوي 1، ده اللي هو الحدث المؤكد. واضح يا جماعه؟ واحده ثانيه كده نحلها. بيقول لك في تجربه حجر نرد منتظم مره واحده برضه، ولاحظه العدد الظاهر على الوجه العلوي عشان ما يقولكش حجه، يكون فضل عينه فيه اللي هو ال1 وال2 وال3 وال4 وال5 وال6. عدد عناصر فيه كام هنا؟ 6، يبقى كل حاجه هقسم عليها، هقسم على 6. حدث ظهور عدد فردي، قلنا كام عدد فردي؟ 1 و3 و5 يعني 3. خلاص؟ حدث، هو عايز الحدث مش عايز الاحتمال، خلي بالنا. الحدث يعني اكتب له العناصر نفسها، الاعداد الفرديه اللي هي 1 و3 و5. حدث ظهور عدد اولي، الاعداد الاوليه اللي هي ال2 وال3 وال5، احفظهم بقى. احتمال بقى هنا خلي بالك في فرق بين حدث وبين احتمال. احتمال ظهور عدد فردي يعني عدد الاعداد الفرديه على العدد الكلي اللي هي نص. احتمال ظهور عدد اولي يبقى عددهم 3 اعداد على ال6 اللي هي نص. احتمال ظهور عدد اقل من 3 اللي هي 1 و2 يبقى عددين من ال6 يعني تلت. احتمال ظهور عدد 4 يعني هو لوحده يعني 1 على ال6 كلها. واضحه؟ هنا بيقول لك صندوق بيه 3 كرات بيضاء و4 كرات حمراء و5 كرات سوداء كلها متماثله ومتساويه الحجم. اذا سحبت كره واحده عشوائيه، انا عندي صندوق انا مش هشوف اللي جواه بس جواه 3 بيض و4 حمر و5 سود. سحبنا كره واحده بس، عايز احتمال ان الكره المسحوبه دي تكون بيضاء. احتمال انها تكون بيضاء يبقى عدد الكرات البيضاء نفس الكلام اللي بنطقه. احتمال تكون بيضاء يبقى عدد البيض على العدد الكلي، احتمال تكون سوداء يبقى عدد السود على العدد الكلي.
احتمال لبس النضاره يبقى عدد اللي بيلبسوا نضاره على العدد الكلي. فاهمني كده؟ احتمال اللي بيشجعوا الاهلي يبقى عدد مشجعين الاهلي على العدد الكلي، وهكذا. فانا عايز احتمال الابيض، يبقى بقسم الابيض اللي هو 3 على الكل. كل كام؟ 3 و4 7، 7 و5 12. وبالآلة طب احتمال اللي يكون كرة حمراء، عدد الأحمر على العدد الكلي يبقى ثلث. ليست سوداء، يعني الأسود ده لا غيره. إيه اللي مش أسود؟ الاثنين دول 3 4 7، يبقى 7 على العدد الكلي. واضحة؟ يا جماعة اللي مش فاهم أي حاجة يقول لنا. ماشي؟ طيب بيقول لي صندوق بيه 3 كرات حمراء، اوكي؟ و4 كرات سوداء جميعها متماثله الا من حيث اللون. بص يا جماعه، بالنسبه للناس ان شاء الله اللي في ثانوي باذن الله تعالى، اي حد ظروفه مش سامحه ان عايز يخش ان شاء الله الاونلاين بس ظروفه فيها مشكله، يبعت لنا على الموبايل. خلاص كده؟ اللي هو 0115 08 005، يبعت ويقول لنا ظروفي كذا واحنا ان شاء الله هنتصرف معاه ان شاء الله. ده بالمناسبه عشان قبل ما انسى. اوكي؟ تعالوا نكمل بقى. بيقول صندوق به 3 كرات حمراء و4 سوداء، يبقى انا عندي كل اللي عندي اسود. كل اللي عندي 3 و4 7. طيب فاذا صحبت كره واحده عشوائيه، عدد الكرات الموجوده في الصندوق، كل اللي موجود في الصندوق اللي هي 3 وال4 يعني 7. احتمال ان تكون الكره المصحوبه حمراء، يبقى عدد الاحمر اللي هو 3 على العدد الكلي 7. احتمال ان تكون الكره المصحوبه سوداء، يبقى عدد الاسود على العدد الكلي اللي هو 7. واضحه كده؟ بيقول لك حقيبه بها 10 بطاقات مرقمه من 1 ل 10. يبقى احنا عندنا من 1 ل 10، 1 و2 و3 لحد 10، زي حجر النرد بس 10. ده فضاء الايه؟ العينه. طيب بيقول لك سحبت من الحقيبه، هي البطاقات دي مرقمه من 1 ل 10، زي كده الكوتشينه زي الحاجات دي من 1 ل 10. المهم سحبت من الحقيبه بطاقه واحده عشوائيا، فاوجد احتمال ان البطاقه المسحوبه تحمل عدد فردي. عدد الاعداد الفرديه في ال10 هنا 5 على 10 يعني نص. احتمال انها تحمل عدد اولي. الاعداد الاوليه اللي 2 وال3 وال5 وال7، طبعا ال9 لا وال10 لا. يبقى دي 1 2 3 4، يبقى 4 على 10 يعني 2 على 5. حدث ان البطاقه تحمل عدد يقبل القسمه على 4. ايه الاعداد اللي بتقبل على 4؟ اللي هي ال4 وال8 ومفيش بعد كده جوه دول. يبقى طلعوا عددين من ال10 يعني خمس. واضحه يا جماعه؟ تعالوا نشوف دي كده. بيقول لك صحبة بطاقة عشوائية من 10 بطاقات مرقمة من 1 ل 10. عايزين فضاء العينة اللي هو 1 و2 3 4 5 6 7 8 9 10. بيقول لك بقى عايز احتمال الحاجات دي، اكتب فضاء العينة ثم اكمل ما ياتي. الاول عايز حدث الحصول على عدد زوجي. مين الاعداد الزوجية؟ اللي هي الاثنين، عشان ما اكتبهاش بقى هنا، الاثنين والاربعة والستة والثمانية والعشرة. طب عايز احتمال الف، هو سمى الاعداد الزوجية دي الف. احتمال الالف طلعوا كام؟ طلعوا 5 على 10 يعني نص. طب حدث الحصول على اكبر من 6، عدد اكبر من 6 اللي هي 7 8 و9 و10. حلو. عايز احتمالهم بقى 1 2 3 4 على 10 يعني 2 على 5. حدث الحصول على عدد يقبل القسمة على 3. مين بيقبل القسمة على 3 هنا؟ ال3 وال6 و9 ومفيش حاجة تاني. يبقى طلعوا 3 أعداد من ال10. واضحة؟ طيب ده آخر مثال. بيقول لي فصل دراسي به 30 ولد و20 بنت. اختير أحدهم، خلي بالكم 30 ولد و20 بنت يعني المجموع الكلي 50. اختار أحدهم العشوائية للإلحاق بجماعة أصدقاء البيئة. يوجد احتمال أن يكون التلميذ المختار بنت. يبقى الاحتمال بتاع الموضوع ده بيساوي عدد البنات اللي هو 20 على العدد الكلي اللي هو 50، تطلع 2 على 5. واضحة كده؟ طيب لحد كده أوكي؟ لحد هنا كده بيكون خلاص يعتبر إيه عندنا حاجة جديدة إن شاء الله، لكن لحد كده بيكون الجزء بتاع الاحتمال إن شاء الله خلص.
واحنا طبعا هنكمل عليه حاجه بسيطه، احنا فاضل لنا شيء بسيط كده ان شاء الله عشان نكون خلصنا التاسيس ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب تعالوا نبص كده بصه على حاجه ثانيه. هنشوف بقى حاجه جديده معانا كده اهوت. هو اخر حاجه ان شاء الله عندنا عشان يبقى كده التاسيس كمل. عندنا اللي هي الحدود الجبريه المتشابهه. يعني ايه؟ يعني لو عندي هنا مثلا الف والف والف، لما اجمعهم يبقوا كام دول؟ الف والف والف يبقوا 3 الف. طب انا عندي الف و2 الف يبقوا كام؟ 2 و1 يبقوا 3 الف. هنلاحظ ان انا جمعت الاثنين ويعتبر ده مكتوب واحد، ف2 و1 3 وبنزل الالف، يعني الرمز بينزل زي ما هو وبجمع الارقام اللي جنبها. فلو طلع عندي كده اهو 2 الف زائد 3 الف زائد 5 الف، انا بنزل الالف اهو واجمع الارقام 2 و3 5 و5 يبقى 10 الف. لو عندي جمع وطرح بجمع واطرح، 5 الف ناقص 2 الف بيساوي 3 الف، الخمسة ناقص 2 3 والالف بتنزل زي ما هي. اذا خلي بالكم لما نجمع او اطرح بجمع الاعداد واطرح الاعداد والرمز ينزل زي ما هو، وانا عندي شرط لازم اجمع واطرح اللي هو ليه نفس الرمز. خلاص كده؟ احنا بقى عندنا امتى يكون الحاجات دي اجمعها وامتى اطرحها؟ بجمع او اطرح الحاجات المتشابهه بس، عشان كده بقول لي الحدود الجبريه المتشابهه. تشابه الحدود الجبريه هو تشابه الرموز. الرموز بس اللي تتشابه. فانا لو بصيت هنا كده عندي الف والف والف دي رموز متشابهه، ماليش دعوه بالاعداد، الاعداد عادي، لكن الرمز هو اللي يكون متشابه عشان اعرف اجمعهم. زي ما نجمع حاجه في البيت، لما بنجمع العيش على بعضه، الكوبايات على بعضها، الغسيل على بعضه، الحاجه المتشابهه. ما بحطش كوبايات على غسيل على عيش، لا، كل حاجه متشابهه مع بعضها واجمعها مع بعضها. دايما اجمع الحاجات المتشابهه، الحاجات المتشابهه هي اللي بتجتمع. خلاص كده؟ المدرسه الصبيان مع بعض في مدارس، البنات مع بعض يبقى الحاجه المتشابهه مع بعض. خلاص كده؟ طيب هنا الرموز المتشابهه، هو هنا الرموز دي متشابهه ولا لا؟ هلاقي س تربيع وس تربيع جنبها صاد وجنبها صاد، يبقى دول متشابهين. لكن دول نشوف برضو جنبها صاد زي دي وس تربيع زي دي، يبقى دول متشابهين كمان، يبقى الثلاثه دول كده متشابهين والثلاثه دول متشابهين. عرفنا المتشابه؟ طب الناس اللي عايزه تشوف حاجه بقى مش متشابهه اهو، الاقي هنا الف والف تربيع والف تكعيب مش متشابهين. مش معنى ان في الف يبقى متشابهين، زي ما انا عندي البرتقال البلدي والبرتقال ابو سره والبرتقال الاستفندي كلهم برتقال لكن مش متشابهين، ده حاجه وده حاجه وده حاجه. هم متشابهين في كلمه برتقال، دول متشابهين في كلمه الف، لكن ده الف بس، ده الف تربيع، ده الف تكعيب، دول مش متشابهين. عندي بصوا كده دي الف وب، دي س وصاد، دي ج ودال، مش متشابهين، ولا دول متشابهين ولا دول متشابهين. طب لما اجمع لازم اجمع حاجات تكون متشابهه بس، وده اللي بيعمل لي مشكله في الاحصاء او في اي ماده. الناس تجي لنا شويه رموز هم بيجمعوا كله على بعضه، ما ينفعش. بجمع المتشابه بس، وركز مع بعضنا كده، نجمع المتشابه بس. خلاص كده؟ طيب نشوف كده. بيقول لي ايه؟ لا يمكن اجراء عمليتي الجمع والطرح الا على الحدود المتشابهه فقط. فدي الف وب ما جمعوش. في ناس حبايبنا كده لو 3 الف و4 ب يبقى 3 و4 7 والف ب. طبعا كلام غلط، ما ينفعش خالص. الالف والب ما يتجمعوش، يبقى سلطه. السلطه عشان بنجمع قوطه وخيار سميناها سلطه. فاحنا هنا ما ينفعش نجمع سلطه، خلي بالكم. لازم اجمع الحاجات المتشابهه بس. اوكي يا جماعه؟ طيب 3 الف و2 الف ينفع يتجمعوا؟ ينفع لانهم متشابهين مش سلطه. يبقى بجمع الاثنين والثلاثه وجنبهم الالف. 2 و3 يبقى 5 الف. لو حد يجمع لي الف والف لوحدهم، دول 2 من الالف، يعني تفاحتين و3 تفاحات زي ابتدائي، يبقى 5 تفاحات. يبقى انا بجمع ارقامهم عددهم بس، كل تفاح خلاص، يبقى بشوف هنا 2 هنا 3 هنا 10 يبقى 15 تفاح. يبقى انا نفس النوع بجمعه بشوف بيتكون منه كام حاجه. واضحه يا جماعه؟ ينفع اطرح طالما متشابهين. 7 ناقص 4 3 الف، 3 تفاحات. واضحه يا جماعه؟ نشوف بقى هنا ايه اللي ممكن يتجمع. عندي الف وعندي ب وعندي الف وعندي ب. طب انا مش هقول له كلهم ما بيتجمعوش، لا، اجمع اللي شبه بعض، اجمع دي مع دي وديت مع ديت. فانا لما اجمع اهو اعمل لكم الوان مختلفه عشان تشوفوها. ادي الالف والالف جمع لهم الاحمر اهم، وادي الب والب الاسود اهم. يبقى انا بجمع الاحمر مع بعضه عشان نفس النوع، والاسود مع بعضه عشان نفس النوع وباشارته. فانا بقول له ادي الاثنين والاربعه جمعتهم هنا،
الخمسة والسالب 3 جمعتهم هنا، لما اجمع الاثنين و4 يبقوا 6 ألف اهو. لما اقول له 5 ناقص 3 ب، 5 ب ناقص 3 ب 2 ب، ودول تقف لحد كده ولا بجمعهم ولا بطرحهم. ليه؟ عشان دي انواع مختلفة. طيب نشوف الثانية دي. فين المتشابه؟ انا عندي دي س ودي س متشابهين، وديت س تربيع س تربيع س تربيع. يبقى انا هجمع كل نوع لوحده. جمعت الس تربيع اهو الاحمر 4 س تربيع سالب 5 كل حاجه باشارتها س تربيع زائد 3 س تربيع، ودول هجمعوا لوحدهم. اتبقى لي السالب 6 س اهي وموجب 4 س اهي. جمعت دولت 4 و3 7 ونقص منهم 5 يبقوا 2. هنا سالب 6 وموجب 4 بطرحهم وانزل اشاره الكبير او بعملهم بالاله، ودايما بقى هشغل الاله. يبقى سالب 6 و4 سالب 2، يبقى اهو وما بتجمعوش ولا بتطرحوا لان دول مختلفين. دي تربيع ودي ما فيهاش تربيع، يبقى دول مختلفين ما ينفعش ولا اجمعهم ولا اطرحهم. نيجي بقى نحل عليهم كده. تعالوا نشوف. بجمع اللي زي بعض 2 ألف وألف يبقوا 3 ألف. 3 ب ناقص ب يبقى 2 ب. طيب 2 ألف و3 ألف 5 ألف. 7 ناقص 2 5. 3 س وسالب س 2 س. سالب 5 ص وموجب 2 ص يبقى سالب 3 ص. حلو. اللي شبه بعض دول 4 و2 6 س. دولت برضه شبه بعض. 8 ص ناقص 5 ص يبقى 3 ص. دول زي بعض. 3 ألف ناقص ألف 2 ألف. سالب 4 وسالب 6 سالب 10. دول شبه بعض. 2 وسالب 9 يبقى سالب 7. دول شبه بعض. سالب 4 وسالب 3 يبقى سالب 7 ص. واضحة؟ حاجات حلوة وسهلة جدا مفيش أي مشكلة. ضرب الحدود المتشابهة. ضرب الحدود دي ما فيهوش أي حاجة. أدي عندي أهو حاجتين عايز أضربهم في بعض. هنا بقى لما بضرب الأعداد في بعض أول حاجة الإشارات وبعدين الأعداد وبعدين الرموز. لازم الثلاثة يتضربوا. الجمع والطرح لا، الرموز لا. لازم يكونوا نفس الرموز. خلاص كده. وبجمع بتعامل مع أعداد بس. طب هنا بتعامل مع كل حاجة 3 حاجات: إشارات أعداد رموز. الإشارات الأول حاجة سالب في موجب بسالب. تاني حاجة الأعداد 2 في 3 ب6. تالت حاجة رموز ألف في ألف تربيع بنزل ألف وأجمع الأسس، ده 1 وده 2 يبقوا 3. أهو الأعداد لوحدها بإشاراتها، الرموز تطلع كده واحدة واحدة. طبعا هنزل لكم بالنسبة إن شاء الله للناس بتوع الأونلاين كل اللي هو الPDF بتاع الحاجات دي محلولة وكاملة، هنزلها إن شاء الله على المنصة بإذن الله تعالى. طيب نشوف هنا كده قسمة حد على حد. لما اقسم الاثنين دول على بعض بعمل ايه؟ برضو 3 حاجات: الاشارات، الاعداد، الرموز. قسمناهم الوان اهو. اول حاجه الاعداد باشاراتها، وبعدين الرمز ده اللي شبه بعضه، وبعدين الرمز ده اللي شبه بعضه. سالب على سالب طبعا بموجب. خلاص 6 على 2 فيها 3، يبقى دول الحل بتاعهم طلعهم. ديت بنزل نفس الرمز واطرح الاسس الف واطرح 3 ناقص 2. 3 ناقص 2 اللي هي تبقى 1. 3 اس 1 ادي الثلاثه اهي الف اس 1. الب بنزل ب واطرح 5 ناقص 3 اهي. 5 ناقص 3 يعني 2 يبقى ب اس 2. واضحه يا جماعه؟ نخلي بالنا لما اجي اقسم اي حاجه على بعضها بنزل الاساس هو اللي هو الالف واطرح الاسس، يبقى 6 ناقص 3. في القسمه بنطرح الاسس، في الضرب بنجمع الاسس. في حاله الضرب نجمع الاسس، في حاله القسمه نطرح الاسس. طب لما يجي لي كده حاجتين زي بعض كده بمسك اللي شبه بعض، انزل نفس الاساس اللي هو الف واطرح 6 ناقص 3، ودولت انزل نفس الاساس واطرح 2. طبعا مفيش حاجه يعني 1. دي معناها الف اس كام؟ دي 6 ناقص 3 يعني 3. دي معناها ب اس كام؟ 2 ناقص 1 يعني 1. الواحد ما بيتكتبش. واضحه يا جماعه؟ ضرب حد جبري في مقدار. بدل ما بضرب حد في حد بضرب حد في مقدار. اي قوس يا جماعه كده بضرب اللي بره قوس في كل اللي جوه قوس. يعني الاثنين هتتضرب في السين وفي الثلاثه اهو. يبقى الاثنين اضربها في السين الاول تبقى 2 س زائد 2 في 3 ب 6. طب هنا السين تتضرب في السين وبعدين في السالب 2. س في س بس وبجمع الاسس. 2 في س ب 2 س.
بضرب الاعداد في بعض، 2 في 1 ب2 والرمز بينزل زي ما هو. لو في رمزين بنجمع الاسس، في رمز واحد زي هنا كده بينزل زي ما هو الس زي ما هي. طب هنا بضرب الاعداد في بعض الاول، 2 في 3 ب6 والف في الف، بنزل الالف واجمع الاسس، 1 و1 يبقوا 2 ناقص الواحد ده لما تضرب في اي حاجه بتبقى زي ما هي. طب نشوف لو انا ضربتها من الشمال زي من اليمين، برضو بضرب دي هنا وهنا. فانا هقول له لو عايز اضرب دي في دي الاول، 5 في 3 ب15، س في ما فيش حاجه جنب السين تنزل زي ما هي، 5 في 2 ب10، وبعدين س في س بس وبجمع الاسس، 1 و1 2. واضحه دي؟ تعالوا نشوف هنا. عايز اضرب ده، بضربه مره هنا ومره هنا، فالاتنين س تتضرب في 2 س، الزائد تنزل، وبعدين الاتنين س هتتضرب في 3 س تربيع. يعني قسمناها مره في ده ومره في ده، وبعدين ابتدي بقى اضرب 2 في 2 ب4، س في س يعني س اس 2 عشان 1 و1. هنا 2 في 3 ب6، س في س اس 2 بنزل السين واجمع الاسس، هنا 1 وهنا 2 يبقوا 3. طب هنا بضرب ده مره هنا ومره هنا، يعني السالب 3 ا ب تتضرب في دي. انا خلاص هضرب مره واحده بقى على طول، يعني سالب 3 في 2 بكام؟ بسالب 6، والف في الف بالف تربيع، وب في ب بب تربيع، عشان بجمع الاسس بقى الواحد والواحد. نيجي نضرب دي في دي، سالب في سالب بموجب، 3 في 1 ب3، ألف في ألف تربيع بنزل الألف وأجمع الأسس، ب في ب تكعيب أنزل الب وأجمع الأسس. أنا عندي هنا 1 وهنا 3 يبقوا 4. طيب أنتوا بقى تحلوا معايا دي كده أهو، نحل مع بعض دول. دي لما تتضرب هتتضرب هنا وهنا، خلاص قلنا. عايزك انت تقول بقى معايا او انت تقولي معايا من غير ما انا اقول. هنا 2 في 2 الف في الف، الموجب هتنزل عشان مفيش اشارات بتتضرب. 2 في 3 الالف مفيش غيرها تنزل. طيب نشوف دي، 5 في 2، طب س في س، طب الواحد لما يتضرب في اي حاجه هي الحاجه ما بتتغيرش. طيب هنا 3 في 2 وبعد كده س في س، اتفقنا دي معناها 1 ودي 1 يبقى س اس 2. 3 في 4 انا قلت سالب في موجب بسالب، 3 في 4 ب 12، الس ما فيش غيرها تنزل. طيب دي في دي ودي في دي، 2 في 4 8، الف في الف تربيع قلنا هنا معناها 1 يبقى هنا مجموعهم 1 و2 3، 2 يعتبر 1 ب2، بضرب ألف في ألف بألف أس كام بقى؟ 2. نفس الكلام ده هيتضرب هنا وهنا وهنا، سالب في موجب بسالب، 3 في 2 ب6، كاف في كاف تربيع كاف أس 3، سالب في سالب هتبقى موجب، 3 في 3 ب9، الكاف في الكاف يبقى كاف تربيع. نضرب بقى دي هنا، سالب 3 في سالب 7 بموجب 21. طيب في كاف هنا ومفيش كاف هنا، يبقى هي كاف واحدة بس اللي هتنزل. واضحة يا جماعة؟ طيب كده خلصنا اللي هي الجزء دوت. فاضل لنا حاجة واحدة بس اللي هي المعادلات. والمعادلات دي في حاجات كتيرة احنا بنبتدي نحلها في السنة دي في الإحصاء. احنا بس كل اللي عايزين نقوله في المعادلات دي حاجتين. يا إما هنا س مجموعة عليها حاجة، يا إما مضروب في الس حاجة. في حالة الجمع دي أنا كل اللي بعمله طالما في جمع وطرح باخد دي أوديها الناحية التانية بعكس الإشارة. فبقول له س بيساوي دي هاخدها من هنا أوديها هنا، يعني السبعة دي زي ما هي ودي تروح بعديها بعكس الإشارة. فاكرين لما قلنا كده اللي يعدي الإيه؟ البحر ما يتبلش، هنا قلنا اللي يعدي يساوي بيتبل. خلاص كده اللي بيعدي البحر بيتبل واللي يعدي يساوي يتبل، فدي تروح الناحية التانية يعني يتغير، يتبل يعني يغير. طب لما نيجي نغير الموجب 3 تبقى سالب 3، فالسين هنا هيساوي كام يا جماعة؟ 4.
يبقى انا عندي تاني طريقتين، السين في مجموعه او مطروح عليها عدد، اودي الناحيه الثانيه على طول. هنا مجموعه هنا مطروحه، بعمل ايه؟ برضه اودي دي الناحيه الثانيه تتبل، دي زي ما هي الاول صاحبه المكان تنزل الاول. دي كده تروح زي ما هي ولا هتتغير؟ هتغير، طالما اتبلت لازم تغير. يبقى بيساوي كام؟ 5. فاضل بس حاجه واحده نخلي بالنا، بيقول لي في صاد. في صاد يعني بيقبل الموجب والسالب، طلعت موجب او سالب او صفر اقبلها، فدي مقبوله، فانا اقول له مجموعه الحل بيساوي 4. هنا طه يعني لازم يكون عدد موجب بس او صفر، فطلعت 5 اقبلها، اقول له مجموعه الحل بيساوي 5. طب لو كانت طلعت سالب 5، لو كانت سالب 5 وهو بيقول لي طه، اقول له لا ما اقبلهاش، يبقى مجموعه الحل في الحاله دي فاي، مش هقبلها لان ما بناخدش الا اعداد طبيعيه، يعني موجب وصفر بس، يطلع سالب ارفضه، طالما رفضته يبقى ما طلعليش حل، يبقى فاي. واضحه يا جماعه؟ يبقى دي لو جمع وطرح بوديه اللي يعدي يساوي بيتبل، يبقى يغير ايه؟ اشارته. نيجي بقى برضو دي جمع اهو، ماشي. الجمع بنعمل ايه؟ دي هتروح الناحيه الثانيه، صاحب المكان ينزل الاول، دي تروح الناحيه الثانيه، طالما اتبلت يبقى لازم تغير، يبقى سالب 4. طب هنا بقى خلي بالنا طلعت سالب 4. بيقول لي في طه وفي صاد، لما يقول لي طه وصاد بالنسبه للصاد دي مقبوله، عشان صاد فيها سالب وموجب. بالنسبه لطه لازم اقبل موجب بس، فدي سالبه ما اقبلهاش، يبقى دي مرفوضه، يبقى اقول له مجموعه الحل فاي، مفيش. واضحه كده؟ دي بقى اللي فيها الضرب. احنا قلنا اللي يعدي، طب هنا مش هيعدي، هنا اللي في ضرب اقسم الطرفين على نفس الرقم. بعمل العكس، لو هي مضروبه اقسم، لو هي مقسومه هضرب. بعمل العكس في الضرب والقسمه، بعمل العكس في الجمع والطرح، يعدي يساوي فلازم يغير، بيتبل فبيغير. نقسم كده على 3، دي تروح، يبقى س بيساوي، اقسم ده على بعض فيها 4، وفي طه يعني مقبوله. طه هنا لازم اضرب، بضرب هنا وبضرب هنا في نفس الرقم اللي عايز اتخلص منه. انا عايز اتخلص من 3 قسمت على 3، عايز اتخلص من 4 اضرب في 4، فدي تروح مع دي، يبقى الس هيساوي 2 في 4 ب 8. في اسهل من كده؟ يبقى تاني بالنسبه للجمع والطرح اللي يعدي يساوي هيتبل نغير اشارته. طب بالنسبه للضرب والقسمه بعمل العكس، اذا كانت ضرب اقسم، اذا كانت قسمه اضرب. هنا بقى في الاثنين دايما 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 هنا في ديت ببتدي بالجمع والطرح الاول، اودي دي الناحيه الثانيه اخلص منها. دي بصوا دي ملزوقه في السين ودي بعيد عنها كده شويه. احنا لو عندنا كده اتنين لازقين في بعض وحد في الاخر لوحده، وحد عايز يتخلص من الاثنين دول، هتخلص من اللي لوحده ولا اللي لازقين في بعض؟ اللي لوحده الاول، فدايما هنا نتخلص من اللي لوحده، ودي قاعده في الحياه، اتخلص من اللي لوحده وبعدين نتخلص من اللي لازقين في بعض. لما تخلص دي لازم تروح الناحيه الثانيه عشان جمع وطرح، يبقى دي زي ما هي، صاحب المكان ينزل زي ما هو. دي هتروح الناحيه الثانيه فهتعدي يساوي، فهتتبل فلازم تغير، كانت موجب تبقى سالب، يبقى الاثنين س بتساوي دول بالآلة على طول سالب 8. خلاص جيت لقيت اللي هي دي مضروبه بعمل العكس، بقسم دي كده، يبقى هنا س بالآلة تبقى سالب 4، يبقى مجموعه الحل في طه مرفوضه، في صاد مقبوله. في طه مرفوضه عشان دي سالبه، ممنوع طه اخد منها حاجه سالبه. دي برضو كده شويه الحاجات اهي، ممكن بقى نحلها بايدينا، احنا نوقف كده ونحلها بايدينا. دي سيبها لكم، نفس القصه هي شوفوا اودي مين واسيب مين. واضحه كده؟ دي كده تمارين نبتدي نحلها نفس اللي انا حليته. هنا مثلا هقسم عشان دي ضرب، يبقى هقسم على الاثنين وعلى الاثنين واكمل. دي بودي دي الناحيه الثانيه لازم تعدي يساوي، يبقى اتغير وهكذا. واضحه؟ طيب دي اهم حاجه عندنا. هيجي لي بقى حاجه زي كده مثلا ان دي بيساوي 3 وعايز اعرف ازاي اتعامل معاها. دي طبعا بالنسبه للادبي عشان يتعاملوا معاها فيها تقل شويه، فدي انا هريحكم منها قوي وهنحلها بالاله. عايزين اللي معاه اله دي هبتدي احلها واعملها وهكملها وانزلها، اللي هو شغل الاله ده هنزل له حلقه لوحده من التاسيس بالاله، بس هنزلها عشان اصور لكم الاله على اللاب او على اي حاجه ان شاء الله، بحيث تشوفوا بستعمل الاله ازاي. لكن دي كلها نستعملها بالاله هتحل لنا مباشره، مش هتعب نفسي خالص. بالنسبه للاحصاء، بالنسبه للادبي ان شاء الله مش هتعبكم في اي حاجه، وكل حاجه هنلاقي ليها حل ولها مخرج، فكل الشغل ده بالاله. وفي بعدها التحليل
التحليل برضو انتوا يعني تقيل عليكم قوي، فاحنا هنحله بالاله. الاله دلوقتي بتحل التحليل في ثانيه، وده بيتحل بالاله بثانيه. الاله اتفقنا، الاله لما يكون عندنا اللي هي 991 الجديده، هتلاقوا فيه كلمه كالك على الشمال كده، في زرار في كلمه كالك، هي دي المطلوبه، وهتلاقوها هي اللي انا شغال عليها بيها ان شاء الله. هوريكم الحاجات دي بتتحل ازاي باذن الله تعالى بالاله، ودي هنزلها لكم حلقه لوحدها. واضح كده؟ يبقى هي بالحلقه اللي هتنزل بتاعه الاله دي يبقى بتعمل التاسيس، ودي هعتبرها حلقه لوحدها كده شغل الاله. لكن بالنسبه للتاسيس احنا كده الحمد لله اتمينا الحاجات اللي احنا عايزينها بالنسبه للاحصاء. ان شاء الله غالبا مش هنحتاج حاجه اكتر من كده خالص، الحاجات الباقيه بسيطه وسهله، وفي حاجات كده بسيطه خالص ممكن بتتقال في نفس الحصه ما هيش موال، لكن دي اللي لازم نكون متاسسين عشان ما نتعبش ونقف في الحصه دي. لو مش فاهمينها اللي هي دي واللي قبلها، كل الحاجات اللي خدناها في التاسيس هنلاقي نفسنا وقفنا في الحصه مش عارفين نفهم الحاجه اللي بعديها. فلو فهمت ده هنلاقي نفسنا خلاص فاهمين اللي بيتقال بعد كده، والدنيا ماشيه معانا كويس قوي. بالنسبه لدول ان شاء الله دول شغل الاله هوريه لكم، والدنيا هتبقى معانا بسيطه جدا ان شاء الله، ونكون كده باذن الله تعالى ان شاء الله كملنا التاسيس. وان شاء الله بعد كده هنبتدي الحلقات بتاعه المنهج اللي هو الباب الاولاني ان شاء الله في اول فصل ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يوفقنا مع بعض باذن الله، وتكون سنه سعيده ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونجيب ال60 من 60 ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.